لو انت فيرست جنريشن دكتور او ما عندكش نيابه جامعه، فانك تلاقي حد يعلمك ده تحدي اصعب من الطب نفسه. اي حد عايز يتعلم مهاره طبيه جديده او يطور خبرته في تخصص معين زي الجراحه او البطنه بتواجهه مشكله كبيره، وهي ازاي الاقي حد يعلمني. وهنا بيجي دور ميد اب سكيلز، ودي منصه طبيه بتجمع كل الخبراء في كل المجالات الطبيه المختلفه. كل اللي عليك تعمله انك تبحث بالمهاره او التخصص اللي انت محتاجه، هتلاقي الخبير المناسب مع بروفايل كامل فيه خبراته وشهاداته وكل اللي بيقدمه. وعن طريق زرار شات ناو تقدر تكلمه مباشرة وتعملوا عقد إلكتروني آمن يضمن حقوقكم. كمان هتلاقي على المنصة كل اللي ممكن تحتاجه، زي كتب وكورسات معتمدة، أبحاث وأفكار بحثية وفرص تعاون، أونلاين كونسلتيشن، ماركت بليس للأدوات الطبية، وتوظيف إلكتروني كمان. يعني منصة واحدة بتحل كل مشاكلك، سواء كنت طالب أو حتى طبيب فريش جرادويت. لو حلمك تبقى دكتور ناجح، ميد اب سكيلز هي الخطوة اللي كنت مستنيها. تقدر تسجل دلوقتي من اللينك اللي في الديسكريبشن. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، يعني شكرا جزيلا على الدعوه. انا حقيقي مبسوط ان حضرتك معانا ومتاكد ان هي تبقى حلقه مستمره يعني. الله يخليك. المفروض انت اللي تعمل معاك بودكاست مصطفى. لا العفو يا دكتور. الله يخليك. في الحلقات اللي فاتت احنا كنا بنستضيف دكاتره مشوا في المسار الطبيعي بالنسبه للدكتور، خد نيابه جامعه، ادى كورسات، قدر ان هو يسافر. بس كان ناس كتير قوي بتقول عايزين حاجه مختلفه او عايزين مسار هو مش الطبيعي ان هو حد يسلكه. دكتور وائل وهبه، لو حد مش عارف دكتور وائل، هو دكتور وائل الحمد لله قدر ان هو ياخد نيابه في الطب قصر عيني، نيابه انترنال ميديسن. ورغم ان هو خد نيابه يعني وبالنسبه له كومفورت زون تمام جدا، بس هو قدر ان هو ياسس بيشنت دكتور نيو ايرا، واللي هيوضح لنا هي ايه بالظبط. وقدر بعدها ان هو ياخد ام بي اي في هارفارد، واثناء الام بي اي دي قدر ياسس اول شركه ليه كانت اي اي ان ميديسن اللي هي يشفي. بعد كده جت ثوترون اللي هي اي اي ان اديوكيشن او ريتشيبنج اوف ميديكال اديوكيشن. ازاي حضرتك وعايزين نعرف اكتر عن حضرتك يعني وعن القصص الجميله دي. يعني عاوز اعرف ليه يا دكتور حضرتك كنت مهتم بالاي اي وبدات تشتغل عليه قبل اصلا ما يبقى ترند وقبل القصص دي كلها، رغم ان حضرتك اوريدي نجحت في المسار الطبيعي. يعني خلاص انا خدت نيابه جامعه، انا هبقى دكتور شاطر، اتعلم مع دكاتره كويسين وهفتح عياده وكده. ليه حضرتك كنت مهتم بمجال الاي اي وحبيت تعمل حاجه مختلفه؟ تمام. اولا انا خدت نيابه سنه 2004، وكان ساعتها الظروف كانت مختلفه عن دلوقتي. كان عدد الاطباء المقيمين كانوا اقل بكتير جدا. وكمان النايب الاكبر مني بعد 3 شهور بالظبط من النيابه خدوه ودوه مكان تاني. فبقيت انا لوحدي ومعايا بس الدكتور معتز فتحي، اكيد في ناس كتير تعرفه دلوقتي، هو استاذ بطنه وكلى، كان لسه مستلم بعديه بس بحوالي 4 شهور. فاحنا كنا مش عارفين العيانين اللي بتموت في مستشفى البطنه دول احنا قد ايه مسؤولين عن الوفاه بتاعتهم، ان احنا نعتبر صغيرين والظروف كانت صعبه جدا. فمن كل اللي حصل في حياتي بعد كده هو نتيجه الضغطه اللي حصلت في الاول، اللي هي ادت ان احنا بنحاول نفكر مع بعض ازاي نصلح الموضوع ده، احنا والدكاتره الامتياز اللي كانوا معانا. لان انا كنت اصلا اصغر من دفعتي بكتير، انا كنت داخل كليه طب 15 سنه ونص. فالدكاتره الامتياز اللي كانوا معانا كانوا قدنا في السن، كنا حاسين ان وفي منهم كانوا اكبر مني، اغلبيتهم كانوا اكبر مني في السن. فالمفروض انا مديرهم، المفروض ان احنا مسؤولين عن ان احنا ندير المكان مع بعض. فساعتها قلنا لهم ليه دكتور الامتياز بيقعد يعمل مشاوير وينقل دم ويعمل حاجات اداريه وما يتعلمش، مع انه الروتيشن بتاعته شهرين، في حين ان النايب اللي بقاله اسبوعين فقط في النيابه بيتعلم بريت فظيع جدا، بل بعد شهر بيبقى ممكن يبقى اخد 70% من اللي هو يتعلمه في السنه الاولانيه من النيابه مثلا كلها. فقلنا لهم ان احنا شايفين، وهم كانوا متعاطفين جدا معانا بسبب الضغط اللي هم شايفينها في ان احنا فيها، وبسبب الظروف الصعبه، واللي هم شايفين العيانين فعلا المستشفى بتخدم اعداد رهيبه جدا من العيانين، ولازم ان احنا نبقى مصحصحين، ولازم ان احنا نعمل نشوف حل ازاي نبقى طول الوقت مصحصحين ما يحصلش ايرورز. فساعتها اتفقنا ان الحل ان احنا نقعد معاهم اكسترا اورز، انا والدكتور معتز، وهم يقعدوا معانا اكسترا اورز، مرور تعليمي، كاننا بنعلم نايب جديد، مش بنعلم دكتور امتياز.
ومن خلال كده بدل ما انت لو اي حد منكم راح الطوارئ الجديده طبعا اتجددت وبقت اكبر واوسع بكتير، انما ساعتها كان هو اوضه زي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي، يعني 5 متر في 5 متر تقريبا، و6 سراير بس. ولازم لو انت ما ركزتش ان انت العيان ده لازم يتحول فورا، يا فوق للقسم، يا يروح، يا رعايه، يا خلاص هو مش محتاج ان انت تعمل حاجه، هتلاقي الدنيا اتردمت فوقيك، وهتلاقي عيانين بيتخانقوا بره وضرب بجد، يعني ممكن تتضرب انت شخصيا وكل اللي معاك. وغير طبعا ان هو ممكن يكسروا الاستقبال، يعني بصراحه برضو الناس شيئا ما معذوره يعني، وتلاقي الناس بره زحمه جدا. فانت في ظل الظروف الطاحنه دي محتاج بتضطر ان انت تفكر outside of the box. فاول حاجه عملناها ان احنا خلينا دكاتره الامتياز يستلموا عيانين، بدل ما هو بيلف كده وبيعمل حاجات عشوائيه، ياخد العيان ويبدا يشتغل معاه، على الاقل يساله انت اسمك ايه، بتعمل ايه، حتى لو انت مش مذاكر قوي حاول تسال الاسئله العاديه المنطقيه. دي كانت اول بدايه، ومع مرور الوقت ومع تدريبهم ومرورهم معانا بدات اسئلتهم تبقى اكثر منطقيه. بس حسينا ان ده برضو تو كيوتك، عشوائي، عايزين نبدا نعمل سيستم. فبدانا نفكر ان احنا طب انا اول ما جيت النيابه ايه اللي اتعمل معايا؟ دكتوره نهى الحسيني دلوقتي استاذ هيماتولوجي كبير، هي اللي كانت النايب السينيور بتاعي، فاخدتني في الاوضه قالت لي هات المفكره بتاعتك، وقالت لي بص عينين البطنه اللي بيجوا ممكن يبقى عيان في غيبوبه او ستروك، يعني غيبوبه او ستروك، اللي هو ممكن ستروك يبقى one of the most common causes of disturbed consciousness، او ممكن يكون عيان هيباتيك خلاص، او حاجات تانية. دولت كده الموست كومن تو برزنتيشنز حوالي 80% من العيانين. فتيجي ارسم لك الفلو تشارتس او اقول لك الخطوات اللي تعملها، لان انت هتبقى لوحدك بكره. يعني انا اصلا ما استلمتش رسمي، هو الجدول نازل نهى 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 نهى, نهى كل يوم خلاص، ما فيش حد غيرها وانا اللي جاي استلم. فكان لازم انا يعني انزل الاستقبال تاني يوم واقف واتصرف مع عيانين. ده جالك عيان على ترولي في كوما وانت امبارح كنت دكتور امتياز، فهتتعامل مع الموقف ده ازاي؟ فاحنا بنفس الفلسفه دي قلنا طب اذا كانت اتعملت في النيه طب ما نعملها في الامتياز. فبدانا ان احنا نرتب الكيسز، يعني كاننا بنعمل نوع من انواع الكلينيكال ديسيجن سبورت سيستم الورقي. يعني محتاجين ان احنا نعمل سبورت للدكتور الامتياز. يعني ايه كلينيكال ديسيجن سبورت؟ كلينيكال عيان، ديسيجن قرار، خلاص. ايه القرارات اللي الانسان بياخدها هو في الاستقبال؟ اول واهم قرار الترياج، زي ما قلت لك فوق تحت او هيروح هيقعد. الحاجه الثانيه دايجنوزس، لان انت لو شخصت ان العيان ده مثلا في هايبوغلايسيميا لازم فورا تبدا تدي جلوكوز، والا within minutes هيحصل irreversible brain death. فانت محتاج تاخد قرارات سريعه للدايجنوزس. لو هو الراجل ده ارستد معاك كل 10 ثواني احتماليه ان هو يفوق تاني من الارست بتقل 10%. فانت في قرارات خطيره جدا decisions لازم تاخدها. فالكلينيكال ديسيجن سبورت سيستمز لو انت بتفكر فيه من ناحيه الديجيتال، السيستمز اللي هي ديجيتالي بتساعدك على اتخاذ القرار، فما كانتش طبعا متوفره في الوقت ده. فاحنا كان لازم نعمل نظم بتساعد الدكتور الامتياز انه ياخد القرار رغم ان هو مش مذاكر قوي ولسه طالع فريش من الطب وعنده علم كتير قوي، بس الترجمه بتاعت العلم للعملي بتبقى نقله صعبه على فكره. ترتيبه معلوماتك كتيره، بس هي في حته 1% بس من المعلومات انت محتاج تبقى مرتبها عشان تاخد قرار في العين ده، ومش مرتبها دلوقتي. فبدانا ان احنا ندي للدكاتره دول الخلاصات دي في فلو تشارتس، وبدانا نعمل لهم زي فايلز. لو جالك كانك بتكمبيوترايز الانسان، لو جالك عيان من نوع كذا هتفتح الشنطه هتلاقينا موضبين لك 4 فايلز. طلع نوع عيان ستروك طلع له فايل نمبر 1، نوع عيان ليفر طلع له فايل نمبر 2. هتلاقي جوه فايل نمبر 2 تقسيمات. عيان الليفر ده ممكن يبقى جاي مثلا في كوما، ممكن جاي بهيماتيمسس مرجع دم، ممكن يكون اسايتس. حسب كل واحده منهم تباديل وتوافيق مختلفه في الادويه اللي هتتاخد والتحاليل اللي هتتاخد. فبالتالي انت تقدر ان انت من غير حتى ما كانش بقى ساعتها حتى الموبايلز ما كانتش سمارت ساعه ما كنا بادين البروجكت. فكان انت هتفتح هتلاقي التعليمات، هتلاقي ورقه التعليمات مترتبه، وهتلاقي ان انت في ورقه تحاليل جاهزه كان حتى كوبي من اللي احنا بنستخدمها بالدوائر بتاعتها. عندك ادويه بالاسم العربي. فكان الدكتور الامتياز بيبدا يوتوميت شغله عن طريق الورق ده،
وهو ده اللي بعد كده كان الاساس اللي من خلاله او قلدناه بقى ديجيتالي. يعني لما جينا بقى ناسس حاجه ديجيتال كانت برضو الموتيفيشن هو ازاي ان انا اتصرف في المشاكل اللي بتواجهني بطريقه اوت اوف ذا بوكس. يا دكتور اللي حضرتك وضحته ده هي البيشنت دكتور نيو ايرا اللي حضرتك بداتها بدايه النيابه. بدأناها كنا مع بعض تيم، يعني التيم ده كان كله ناس قد بعض في السن. حصل نصيب ان هو واحد منهم اقدم شويه، اللي هو اقدم ب4 شهور اللي هو انا، واحد اقدم بشهر اللي هو معتز، ومجموعه دكاتره امتياز. فالمجموعه دي تكاتفت على، ممكن كلنا على بعض حوالي 10، ان احنا نعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس وتحل شويه مشاكل. فالموضوع ده كبر بقى مره، يعني كبر بقى 10 بقوا 30 31 في الشهر اللي بعد اللي بعديه. على اخر السنه ما يعني عملنا كده زياره لاحد الجمعيات، ادتنا شويه نصايح، كونوا مننا تيم في اسبوعين بقينا 200 على اخر يعني عملنا دعايه واداره المستشفى عملت لنا سبورت رهيب في الوقت ده، لان هم كانوا شايفين ان هم محتاجين اي حاجه تساعد. ففجأة كده لقينا نفسنا في لجان وتقسيمات ومش عارف ايه، واكتر من 250 واحد معانا في القاعة مليانة وكلهم بيملوا استمارات تطوع. فالبروجكت ده طبعا كان حياتي لمدة 12 سنة. ما كنتش بقى متجوز، مش ورايا اي حاجة خالص غير ان احنا يعني اادي المينيمم المطلوب مني في الشغل، بقيت الوقت للموضوع ده. ودخل فيه 4000 يعني ويفز في مختلفه. ويفز مختلفه 4000 متطوع على مدار ال ما شاء 12 الله. سنه. طب ليه يا دكتور حاجه زي كده مش مطبقه لغايه دلوقتي، رغم ان يعتبر دي سكسس ستوري؟ هو مش يعتبر، هي فعلا سكسس ستوري. وممكن نكون الامتياز بتواجه نفس المشكله اللي هي حضرتك وضحتها دلوقتي، والنايب برضو بيواجه نفس الضغط اللي حضرتك وضحته. ليه ما بيحصلش اللي هو في حصل؟ ناس ماتوا كتير يعني ناس موتوا نفسهم في الشغل في الوقت ده، عشان هم كانوا حاسين باهميه الموضوع فمسكوا ليدرشيب بوزيشنز هم طلبه. فيعني عايز اقول لك يعني ممكن يكونوا ضحوا بجزء من درجاتهم مقابل ان هم تو سستين، وان احنا نحاول نعمل سيستمز اوف سستينابيلتي. فهو عاش من 2005 ل 2012، يعني يعتبر عاش 12 سنه، وعاش بطريقه مختلفه شويه جوه قسم الكلى في ككواليتي امبروفمنت بروجكت 3 سنين بس. برضه الناس كتير منهم كبروا، حتى كانوا بيكملوا معانا بعد التخرج بكتير، بس كتير مننا كبر وانا دخلت في الدكتوراه وسافرت امريكا. فكل ده خد يعني العوامل المتعدده دي خلت ان احنا من 2017 ما عرفناش نسستين الموضوع از ات از، وان كان اتعمل حاجه اللي هو الديجيتال ايكويفالنت بتاعها اللي هو كلينيكال ديسيجن سبورت سيستم. بس طبعا عشان هو النشاط مختلف فاخد وقت في البنى بتاعته. بس هو بالمناسبه احنا البروجكت اللي اسمه قصري، اللي ناس كتير اكيد سمع، انت طبعا عارفه وناس كتيره من الزملاء سمعوا عليه، قصر العيني كولابوريتيف ريسيرش انيشيتيف، اللي احنا دلوقتي معانا فيه تيم كبير من كل الاقسام، كبار وصغيرين واساتذه ورؤساء اقسام ولحد طلبه وامتياز. فانا امل واتمنى خلاص ان انت يا مصطفى شخصيا وبحملك المسؤوليه قدام شعب مصر كله، خلاص ان انت شخصيا والتيمز اللي انت تعرفها واحبابك والناس اللي معانا في قصري، الحاجتين دول مع بعض نقدر بيهم نريبليكيت التجربه بشكل اقوى، يعني بالتكنولوجي بقى يعني. اوعدك اروح امتياز بس. لا من غير امتياز دلوقتي. هو اصلا على فكره كان المتطوعين اللي معانا ما كانوش طلبه بس، ما كانوش قصدي امتياز بس، كان في الاول امتياز بس بعد شويه تدريجيا دخل معانا الطلبه وبقى لهم دور اكبر من الامتياز، لان هو عندهم وقت اكتر. وبعدين اللي بيخش منهم في سنه اولى بيقعد معانا في ناس دخلوا معانا في اولى واحنا بنأسس او تانية، فدول قعدوا معانا 6 سنين بيسستين البروجكت. طب انا دلوقتي بفكر مكان حضرتك. حضرتك كنت ناجح كدكتور واوريدي، يعني مشروع زي بيشنت دكتور نيو ايرا ده خلت حضرتك تعمل نتورك كويسه، ويعني ليه حضرتك قررت تسافر وتاخد ام بي اي في هارفارد وتنط بقى تعمل ترانزيشن دي، رغم ان انا اوريدي بقيت ستيبل في نقطه محدده واوريدي ناجح فيها؟ تمام. هو فكره الطب ايه؟ ان انت هتعالج بني ادمين، صح؟ طب لو انت هتعرف تعالج مليون بني ادم في نفس الوقت اللي بتعالج فيه بني ادم واحد، يعني انت الدكتور اخره في ان هو يعالج عيانين، لو هو جراح ممكن يقعد 4 ساعات لو عملية طويلة شوية بيعالج عيان واحد، صح؟ فالدكتور الباطنة لو هو سريع هيقعد ممكن 5 دقايق مع العيان وهيبقى أثر في العيان اللي جاي أول مرة، غالبا بتحتاج تقعد معاه تلت ساعة نص ساعة. فأنا فكرت طب أنا ممكن يعني أنا في الآخر
رسالتي خلاص احنا اتبرمجنا كلنا، اتخرجنا من كليه الطب، رسالتك ان انت تعالج عيانين. انا لقيت ان انا لو عملت نفس الحاجه دي لحد ما اطلع معاش، حسبتها يعني لا مش ده الامباكت المناسب للفرصه اللي قدامي، او اللي انا شايفه بينور قدامي. يعني البيشنت دكتور نيويلا طلعت من ان انا نايب عايز يعمل شغله كويس، والعينين بتموت من حواليه وهو حاسس بالتقصير وتأنيب الضمير والدنيا ومش عارف ينام. يعني انت مكمل بتواصل ايام كتيره ورا بعض وجايب اخرك وجاي وتطلع نار وتطلع جاز وبتطلع كل حاجه خلاص، ومش عارف برغم ان جايب اخرك انت كطبيب. ده واضح ان انا كوني طبيب از نوت انف، وانا عارف ان ده مش انا الوحيد، انا عارف الناس كتيره كده. فانا كان محتاجين نفكر بطريقه اوت اوف ذا بوكس وبطريقه مختلفه تحل لنا مشاكلنا. فلقيت بقى اولا لقيت في الكواليتي امبروفمنت كفكره. انا ما بداتش تكنولوجي، ما بداتش بتاع تكنولوجي خالص على فكره. انا بدات بتاع موتيفيشن. يعني انا كل اللي عملته مع الناس اللي كنا ساعتها مع بعض ان انا فتحت، كنت ريسنتلي كان اخويا كان بيدوله في شركته اسمها منتور جرافيكس، هي دلوقتي اشتروها سيمنز. فكانوا بيدوهم كتاب اسمه 7 Habits of Highly Effective People. عارف. فكان اول حاجه فيه البارادايم شيفت، اول شابتر فيه البارادايم شيفت. فانا كنت بكلم الناس اللي حواليا بقول لهم بصوا احنا متنيلين والدنيا طين، بس احنا لازم نفكر في لازم نفكر في البارادايم شيفت، لازم نفكر بطريقه مختلفه. الكلام ده قبل ما نعمل بيشنت دكتور، قبل اي حاجه. يعني قعدت يعني فانت بقى مش نايم بقالك كذا يوم في مرحله التهييس فبدات تتكلم مع الناس اللي هو ايه عايزين نفكر مع بعض بطريقه، لازم يكون في طريقه مختلفه نعمل بيها الحكايه دي. وبدانا نتكلم في البلاننج. يعني بدات ان انا احاول اطبق الكلام على نفسي وعلينا، ان احنا عندنا حاجه اسمها السيركل اوف انفلونس وسيركل اوف كونسيرن. السيركل اوف كونسيرن بتاعتك بتبقى كبيره، انت متضايق من حاجات كتير، والسيركل اوف انفلونس بتاعتك صغيره، فانت المفروض تشتغل فيها، شوف انت ممكن تعمل ايه وتعمله. ولا ممكن اللي انت تعمله ده يكون ان انت تمر بس ساعه زياده مع الدكاتره. وفعلا هو طلع كلام الكتاب صح. الواحد لما يعني الحاجه الوحيده اللي ما عرفناش نطبقها في الكتاب البالانس. هو عنده حاجه في اخر الكتاب اللي هو كان لازم انت تبالانس ما بين الرياضه وبين طبعا ما فيش بالانس خالص. انت هتموت نفسك في الشغل غصب عنك. بعد كده بقى حاولنا نفكر في الفولنتيرز يحاولوا يعملوا بالانس بقى. يعني اللي كانوا جايين معانا بقى بدأنا ندخل الشابتر ده ان الواحد يعمل بالانس بين الجزء الروحي والرياضي والبدني والعلمي وهكذا والعيله بس هو طبعا التحدي كان ان انت بتشتغل في ظروف غير ادميه ومحتاج تفكر في نفس الوقت، يعني تخلص شغلك وتفكر في حاجه جديده. لا هو كنت بتسال ايه بقى؟ انا نسيت السؤال. انا كنت عايز اعرف الترانزيشن بتاع هارفارد. فالفكره ان لما لقيت، انا عايز اقول لك ان ده كان يعني اليوم اللي دخل فيه العدد المتطوعين عملنا اعلانات. يعني عايز اقول لك ان اللي حصل ان احنا رحنا لدكتور شريف عبد العظيم اللي هو كان مؤسس جمعيه رساله، فقلنا له يا دكتور شريف احنا بنعمل كذا كذا كذا، ويعني قول لنا احنا دي اكبر رساله، اكبر جمعيه خيريه ساعتها في مصر وافريقيا والوطن العربي، فقلنا احنا نروح للكبير. وما كانش فكرتي، يعني كان حد من الشباب الامتياز هم اللي يعني organized the meeting. فهو ساعتها قال لنا يعني بص يا فلان انت هتبقى مسؤول عن الدعايه، فلان انت مسؤوله عن اداره المتطوعين، فلان انت مسؤول عن اللي انتوا بتعملوه ايه، احكي لي كده. دي لجنه خلاص اللي انت بتقول ان انت تدرب الامتياز ومش عارف ايه، دي لجنه طبيبك الخاص ايون بيشنت، احنا كنا مسمينها ايون بيشنت. فالمهم ايه فجاه لقينا نفسنا هو هندسنا وقال لنا بصوا معاكم اسبوعين وانا جاي. طب احنا ما حجزناش، ما اتفقناش، ما استأذناش، ماليش دعوه. انت عندك اسبوعين هتستأذن، هتاخد موافقات، هتعمل اعلانات، هترتب نفسك، هتحط خطه اللجنه، هتشوف اللجنه محتاجه كام متطوع، هتعمل استماره متطوعين. بس طبعا احنا قعدنا اسبوعين في حاله طوارئ كلنا، وحتى الزملاء النواب عندي كانوا سايبيني اعيث في الارض فسادا. يعني كانوا سايبيني ان انا اشتغل المينيمم، واي حاجه يعرفوا يشيلوني فيها يشيلوني، يعني يسبورت مي. ساعتها كان دكتور معتز فتحي اللي احنا كنا ماسكين مع بعض، دكتور سامح عبد الله ساعتها، ودكتوره اسمها ناديه ثابت. فالمهم هم ليهم فضل كبير في الموضوع نجح، لان هم كانوا اوبن مايندد. فاللي حصل ساعتها ان انا كنت في منتهى السعاده
يعني اول ما دخل، انا عايز اقول لك من احلى لحظات حياتي لما لقيت القاعه ان الموضوع نجح. الهبل اللي احنا عملناه احنا اصلا ما كناش نفهم ولا في الدعايه ولا نفهم في اي حاجه خلاص. وعملنا اسبوع كنا كان بينزل اعلان مكتوب فيه تفتكر نقدر، بس يعني احنا قررنا ان احنا نعمل اسبوع فيج، ما بنقولش احنا عايزين نعمل ايه، تفتكر نقدر وخلاص. واستاذنوا علقوا الاعلانات دي في كل المستشفيات. وبعدين بدانا بقى واحده واحده نقول مشروع تطوير مستشفى البطنه يعني. وبعدين طبعا يوميها انت مش عارف هيجي لك 10 ولا هيجي لك 50 ولا. فاحنا فوجئنا ان القاعه مليانه عن اخرها خلاص، والناس واقفه كلهم جايين عايزين يتطوعوا. فده كان يعني عايز اقول لك اشعرت انا داخل القاعه كنت مصدوم. فطبعا بعد ما انت تتحط في يعني بعد ما تلاقي نفسك اتحطيت في حاجه زي كده وعمال تشوف ان في تغيير بيحصل، حتى لو مش كبير بس في تغيير بيحصل، في كير بيتعمل، في شباب صغيرين جايين ويعملوا كرتونز يعلموا بيها العيانين ازاي ياخدوا بالهم من السكر. وتلاقي يعني مئات منهم بيجوا افواج في نفس الشهرين ويعلموا العيانين. العيان اللي هو كان اصلا مش فاهم حاجه ويعني ويبقى مش لاقي حد بس يشرح له تاكل ايه وتشرب ايه، لقى متطوعين بالهبل جايين له ويدلعوه. وبعدين تيم تاني كان اسمه تندر لافين كير يجيب له ورد وتفاحه وزيارات. فانت حاسس ان يعني حاسس ان في امباكت بيحصل. مين اللي هيسيب حاجه زي كده؟ يعني مين اللي هيسيب حاجه زي كده ويعمل حاجه تانية؟ فاهم ازاي؟ يعني قصدي انت قاعد مبسوط سعيد يعني مستمتع باللي بيحصل، وبعدين حاسس ان انت اللي انت بتعمله ده افيد من ان انت كنت تبقى بتشوف يعني شيفتاتك وخلاص، تاخد شيفتات زياده. يعني ممكن الوقت تشتغل زياده، تاخد شيفتات زياده، تشتغل بره زياده، تشتغل برايفت زياده، وتشتغل جوه زياده. لا هو يعني هو كان واضح ان ده العلاج، يعني ده سكه العلاج، ان انت تبدا تشوف الكواليتي امبروفمنت بيتم ازاي. فلما مشيت في السكه دي من غير ما ادرس اي حاجه، ويعني بدات واحده واحده اخد شويه كورسز اللي هي ميني ام بي اي كورس مش عارف ايه، كان منحه مش عارف استراتيجيك مانجمنت مش عارف ايه، شويه حاجات بسيطه. لحد ما كان برضه الدكتور في الاخر لازم ياخد الدكتوراه، يعني في الجامعه بالذات انت لو ما خدتش الدكتوراه مش هترقى. فاضطريت ان انا في وقت ما اركز في الماجستير، اركز في الدكتوراه شويه، وانا اتاخرت طبعا فيهم جدا. يعني احد اهم الاسباب ان انا كنت غارز في الحاجات دي. فالفكره لما جت لما لقيت ان انا هو ده اللي انا عايز اعمله، خلاص قلت لازم ادرسه. فساعتها بس بدات بقى اقدم على حاجه هي مش هي ام بي اي بالبي مش بي، يعني هي ماسترز اوف بابليك ادمنستريشن، هي اداره الاعمال العامه. اللي هي يعني ايه الاعمال العامه؟ الاعمال التي تخدم المجتمع بشكل من الاشكال. هي يعتبر ام بي اي، بس بتتكلم شويه على الانشطه الطوعيه او الانشطه اللي ليها امباكت على المجتمع يعني. بالظبط، يعني هي اقرب، يعني هي في اوفرلاب، في حتى نفس المواد بتبقى ساعات في نفس ده وده. بس هي الام بي اي كان فيها فلكسبيليتي ان انت بتختار انواع مختلفه من المواد تمشي مع ميولك. طبعا في ناس في نفس الماجستير بيبقوا جايين من الحكومات، يعني جايين من هم اصلا بيشتغلوا في الحكومه الصينيه، في الحكومه مش عارف ايه وبيجي يدرس عشان يطور في الحكومه، اللي هي عشان هي نوع من انواع الببليك سيرفيس. وفي ناس كانوا بيبقوا جايين مترشح، يعني عايز يترشح في الانتخابات، فده برضه نوع من انواع الببليك سيرفيس. وفي ناس كانوا اللي هو جمعيات خيريه. وفي ناس بقى اللي هم زي اللي هم كانوا مركزين على حاجه بيسموها السوشيال انتربرينورشيب، اللي هي رياده الاعمال، انتربرينورشيب رياده الاعمال اللي هي اجتماعيه. يعني انت عايز وانا كنت في الوقت ده ماليش في الانتربرينورشيب، انا كان ليا في التطوع. فانا كنت في مرحله الترانزيشن، يعني قبل ما اسافر على طول فكرت ان احنا نعمل some sort of a business عشان يعني البيزنس ده يبقى برضه بيطور المجتمع، يعني مش بيزنس هدف للربح. لا، لان انا لقيت ان هو التطوع له اخر، برضه له سقف في الاخر، كميه الفلوس تقدر تجيبها مش سستينبل. فكانت فكره السوشيال انتربرينورشيب ان هو بيعلمك ازاي انك لو انت عامل جمعيه ازاي تبقى سيلف سستيننج، لو انت عامل شركه ازاي تبقى برضه تخدم المجتمع، وازاي ممكن تعمل. احد البروفيسورز اللي انا كنت بحضر معاهم فيلوشيب، يعني برضو كنت يعني جنب الماجستير كان في فيلوشيب. كان الفيلوشيب ده اسمه سوشيال انوفيشن اند تشينج انيشيتيف، سايسي، سوشيال انوفيشن الابداع الاجتماعي اند تشينج الابداع الاجتماعي والتغيير. فانت انا يعني عايز ادرس التغيير،
عشان كده انا قدمت يعني غير الماجستير كان في برضه منافسه برضه شديده على كام سبوت في البرنامج بتاع الفellowship ده. وهو جوه الفellowship ده هو اللي حصل انكيوبيشن للفكره بتاعت ياشفي، اللي هي في الاخر انا رحت قلت لهم يا جماعه بصوا بقى انتوا بتوع هارفارد اتصرفوا. انا مشكلتي كده، هو كان بياخدك من الاول يعني، هو انت مش بتروح له بالسولوشن، انت بتروح له بالسولوشن بس هو بيقول لك معلش يعني خليه على جنب شويه، فكر هات لي في من الاول مشكلة. بقى احكي لي بقى. ودي مشكله كبيره قوي في مصر على فكره يا دكتور، اه ان احنا بنفكر دايما ودي برضو هنتطرق ليها في حته حاسبات، بس دايما بلاقي الناس بتعمل سوليوشن. طب انت بتحل مشكله ايه؟ لا هو برودكت شكله حلو يعني. ايوه دي اول حاجه كنا فعلا بتعلمها لما بدخل اكسلريتور او انكيبيتور او الحاجات اللي هي بتتعلم في البيزنس يعني. ايوه. هو كان الفellowship اللي دخلت فيها كان هدفها ان هو يديلك سبورت في مشكلتك انت يعني. ولو انت طلعت من الفلو انت داخل بفكره معينه، مش هيحاسبك ان انت نفذت نفس الفكره لو غيرتها خالص. هو بيقول لك انت احكي لي كده بقى، كده زي ما تروح عند الدكتور النفساني اقعد كده ريلاكس، قول لي بقى ايه المشكله، طب يا ترى هو الحل بتاعها اللي انت اخترته ده يعني احسن حل، طب اديني، طب نعمل هايبوثيسيس بيني وبينك، التستنج، نعمل تستنج Assumptions. لفكرتك. فطبعا دي كانت ترانزيشن مهمه جدا، ان انا برضو اري ثينك كل الحاجات اللي انا عملتها في حياتي كانت صح ولا لا. يعني كان افضل، ممكن تبقى صح بس مش الافضل او مش الانجح او اي حاجه. فتاكدت من ان هو ده اللي انا عايز اعمله، اللي هو السوشيال انتربرينورشيب، رياده الاعمال اللي هي ليها واقع، ليها واقع اجتماعي او ليها امباكت اجتماعي. عاوز حضرتك تحكي لي على المايند سيت المختلفة اللي شفتها في هارفارد. دايما في خناقة كده بيقولوا يعني هارفارد دايما بتقول ان احنا بنطلع ناس جامدين، والناس بتقول ان لا ده انت عشان هارفارد فانت بتجيلك ناس جامدين. ف يعني هل كان مثلا قريب بيل جيتس كان مع حضرتك؟ يعني احكي لي حضرتك التجربة بتاع هارفارد من ناحية الاختلافات ما بينها وما بين الناس في مصر. طبعا انا ما اقدرش احكم 100% على الفرق بين التعليم في هارفارد او في امريكا فيرسس مصر، لان انا كنت بتعلم حاجه جديده. يعني انا يمكن لو اتعلمت نفس المواد دي وانا قاعد في مصر يمكن كنت استمتعت نفس الاستمتاع، بس انا في الاخر انا كانت بالنسبه لي ترانزيشن ما بين ان انا بدرس طب وحبه حاجات بره الطب قليله، الى ان انا متوقف 3 سنين عن دراسه الطب. يعني برجع بس في الاجازات عشان اجدد الاجازه، اشتغل شويه صغيرين يعني بعد سنه ونص مثلا، وارجع اخدت 6 شهور عن بعدين سنه. فطبعا انا كان بالنسبه لي كانت يعني لايف تشينجينج او مايند تشينجينج، لان انا بدرس يعني مختار مواد من نوع معين. بس انت اتليست بتبقى يعني يعني المايند سيت او يعني الفرق الكبير مش في العلم على فكره. انت اغلبيه العلم اللي بيتقال في المحاضرات بتاعه الكورسز في هارفارد تعرف تاخده من كورسيرا، coursera.org. محاضراتها في حاجات منها ممكن تبقى نفس العلم تقريبا وبنفس الاسلوب كمان. وعايز اقول لك ان المصريين بيشرحوا احسن من الاجانب يعني. مش هيصدقوك. لا انا باكد لك يعني، حتى واحد من البروفيسورز اللي كانوا هناك مصري يعني، اللي كان بيدرس احد المواد اللي انا ما حضرتهاش بس كنت يعني باوديتد يعني، كان في الاخر دكتور طارق مسعود من الناس المشهورين اللي هناك. وهو الراجل يعني من احسن الناس اللي كانوا بيشرحوا في هارفارد يعني، فاهم قصدي اللي هو ايه. احنا عندنا موهبه الشرح رهيبه في مصر، وعندنا يمكن يعني الفكره كلها بس في يمكن يعني الفرق في الجامعات هو في المايند سيت، اللي هو لا مش مثلا البروفيسور هناك بيبقى عنده الماده يعمل فيها اللي هو عايزه، يبقى في الاوت اوف ذا بوكس ثينكينج، الانليميتد يعني opportunities اللي موجوده. المايند سيت يعني المايند سيت هي اللي بتفرق، ان انت بيقول ان انت بتلاقي ناس كتيره قوي تشجعك تقول لك انت كويس، انت هتعرف تبقى كويس، I believe in you. يعني ده النقطه دي مهمه جدا. جميل قوي. مفيش كتاب اسم هناك ولا برزنتيشن؟ مفيش ايه؟ كتاب اسم ولا برزنتيشن؟ في كتاب اسم على فكره. لا يعني مثلا في بعض المواد هو بيحضر لك يعني بتبقى في نوتس، يعني الماده فيها النوتس بتاعتها، بس مفيش ماده فيها النوتس بس. وانت لازم دايما بيدي لك ريدنجز تقراها، يعني ارتكلز او بيبرز او حاجات يعني في طبعا في توسيع للمدارك، يعني ان انت لازم هتقرا حاجات كتير. وساعات توسيع المدارك ده بيقلقك لان انت تبقى مش عارف هتتسال في ايه. وساعات ساعات ما فيش امتحان، هو عباره عن ان انت بتقرا حاجات وتروح تناقشها في انت بتقرا شويه بيبر. مثلا كان في ماده كنت بدرسها اسمها الهيلث كير انفورميشن تكنولوجي انتربرينورشيب، يعني رياده الاعمال في الصحه اللي لها علاقه بالانفورميشن تكنولوجي. فهو كان الكورس عباره عن ايه، تاخد كيس ستادي على مثلا كان في حاجه اسمها اي كلينيكال وركس،
واحده من اكبر الشركات بتاعه الالكترونيك هيلث. فانت بتقرا الكيس بتاعه اي كلينيكال وركس في البيت، هم بداوا ازاي وانتشروا ازاي ومشاكلهم ومش عارف ايه، وبعدين يجيب لك السي اي او والمؤسس في الكورس نفسه في الحصه يجيب لك السي او بتاعهم. خلاص. فالاول هو طبعا بيتست ان انت يعني بتتناقش معاه جوه الكورس على الكيس، وبعد كده تبقى في فرصه تسال الناس كلها، تسال الجدع اللي هو ايه السي او ده في اللي هو بيقوله، اللي هو يعني انت بقى بتسمع فيرست هاند الراجل ده اتعرض لمشاكل ايه. فبدل ما اقعد ادرس لك نظري يعني ايه هيلث كير ويعني ايه اي تي ويعني انتربرينور شيب، او الراجل قدامك يمكن يقول لك حاجه اصلا مش مكتوبه في اي كتاب. فدي برضو احد الحاجات اللطيفه في او في زي ما بقول لك المايند سيت. طب انا اقدر اعمل نفس الحاجه دي في مصر؟ ما اقدرش ليه يعني؟ يعني ما تقدرش تجيب الناس الناجحه مش عارف ايه وتجيبهم في الجامعه، تقدر تعملها. ففي الاخر ما كانش في امتحان، انت ما بيسالكش هي خلصت خلاص يعني الحصه دي مش محتاج تفتح تاني اي كلينيكال وركس في حياتك، انت قريتها. وبعدين ناس كتيره ممكن تيجي واصلا تطنش وتبقى، انا لو كنت مزنوق في مذاكره مواد تانية ممكن ما اقراش الكيس كويس اصلا، بس انت بتتقيم بقى على your participation in class. فانت مضطر اتليست في بعض المرات تبقى مذاكر شويه كويس. في بقى طبعا ناس نصابه كويس يعني بتعرف تنصب كويس في الفتي يعني، وانت برضو في الاخر محتاج تفتي. ومحتاج يعني تحسس البروفيسور ان انت بتعرف تانلايز الداتا اللي في الكيس. يعني ده كان الفرق الاساسي، ان انت ان هو ما بيقولكش احفظ وسمع، بيقولك فكر واديني انت رايك انت، وانا اصلا ايه رايي يعني في اللي انا مش فاهم اصلا، معلش اديني رايك. الاي اي بترند الايام دي وكل حاجه بقت داخله فيها اي اي. يعني حتى لما باجي اسمع اي حد في حاسبات او اي هندسه لازم او اي ستارت اب لازم اي اي باورد، او يعني هو لازم يدخل اي اي في الموضوع. بس ممكن بعض الناس شويه مش فاهمين يعني ايه كلمه اي اي. يعني انا خايف واعمل ايه، انا عاوز افهم بس يعني ايه كلمه اي اي بشكل مبسط. تمام. intelligence. يعني ايه intelligence؟ يعني ذكاء. او ايوه ان انت ازاي تعرف ان الفار intelligent مثلا، ان هو بياخد قرارات صعبه، ان هو ممكن تحط فار في ميز مثلا هو بيتصرف ويطلع، لو في متاهه هو بيتصرف ويطلع. فالنهارده انت الانتليجنس هو ان انت تلاقي ان في ذكاء في تصرفاتك. الارتفيشال بتاعه ان انت تحاول تقلد في الاخر ذكاء الانسان قد ما تقدر. لا يعني في بدايه ما الارتفيشال انتليجنس طلع كان رولز. يعني كان انت مثلا ممكن تحاول تشوف مثلا الدكتور اللي بيحاول يشخص عيان بيفكر ازاي، لو ممكن ترسمها كانت حتى كفلو تشارت. لو انت جالك العيان بيقول لك ان عندي نهجان ديسنيا، غير خالص لو جالك العيان بيقول لك ان صباع رجلي الصغير بيوجعني. اكيد هتسال اسئله في الاول هنا مختلفه عن هنا. فانت كان في اول الارتفيشال انتليجنس في كل تخصصات التكنولوجي كان عباره عن ان انا بحاول اعمل داونلود للافكار وطريقه التفكير بتاعت الاكسبرت، احاول ارسمها واعملها دوكيومنتيشن واوضبها وانظمها في بشكل اروز او فلو تشارتس. وبالتالي انت لو مشيت على الفلو تشارت دي هتوصل لتقريبا اللي الراجل ده بيعمله. بس المشكله في الفلو تشارتس ايه؟ ان هي في الاخر في حاجات ماتش مور كومبليكيتد مش هتعرف تقسمها كفايه. يعني هيقول لك لو كان في دي مثلا ديسنيا هتسال على الكحه، لو كان في كحه كاف هتسال على هي دراي ولا وات، لو كانت وات هتسال على هي لونها ايه. في الاخر ما انت لازم تسال برضو عن الديسنيا وتسال برضو عن الاورثوبنيا مثلا. طب المشكله بقى ان ايه؟ ان لما تيجي بقى عند الشجره وقفت كده في مرحله معينه، هنا بقى في لومات كتير خضرة منوره بتباديل وتوفيق. يعني ممكن لو هم 10 اسئله ممكن عيان يبقى 1 و2 و3 و10 بوزيتيف، ممكن واحد تاني 1 و10 بس، واحد تاني 3 و7. فانت هنا ما عرفتش ترسم، يعني في حته كده معينه مش هتلاقي نفسك عارف ترسم خريطه اول ما الدنيا تبقى كومبليكيتد. فهنا الرول بيز سيستمز مع الكومبلكسيتي خبطت في الحيطه. تمام. فبدات بعد كده يوصلوا يعني العلم من 2010 كده بداوا يكتشفوا ان في حاجه اسمها ديب ليرنينج، اللي هي بداوا يقلدوا مخ الانسان، ان هو يعملوا زي ما مخ الانسان فيه نيورونز، والنيورونز دي مترتبه على شكل نتوركس. وانت كلنا ده ذاكرنا في سنه اولى ان انت بتشوف بالريتنا مثلا، لو احنا طلبه طب طبعا ممكن يبقى في طلبه غير طب موجودين بقى، ايا كان انت طالب ايه خلاص، لو انت جالك دلوقتي النور نزل على عينك
فالاول كل نقطه في الصوره اللي قدامك بيبقى ريبريزنتد بنقطه على الريتنا كانها مرسومه زي ما هي، زي البيكسلز بتاعت السكرين بالظبط. ما هي البيكسلز بتاعت السكرين عباره عن نقط. بعد كده انت بتقعد تعمل في حاجه اسمها بتترمي الصوره دي على البرايمري كورتكس اللي هو هنا، بتبقى برضو في الاول كل نقطه على الريتنا ليها نقطه هنا. بعد كده بتبدا بقى يبقى في لايرز، يعني كل لايرز من النيورونز كده نقط، وكل نقطه بتتفرع فروع وبتبدا تعمل اناليسيس. فهم الاي اي ما عرفش يتصرف، ما عرفش الارتفيشال انتليجنس ما عرفش يوصل لحاجه شبه الانسان غير لما قلدوا مخ الانسان بانهم يعملوا نتوركس وهكذا. في الاخر النتوركس دي بتعمل ايه؟ بتقلد مخ الانسان، بتحاول تقلد الكومبلكسيتي بقى بتاعه الانسان. يعني الرول بيس سيستمز وقفت لان هي نوت كومبلكس انف. ايه اللي بيميز الانسان عن المكنه؟ ان الانسان آلة متعددة الانبوتس، تاخد انبوتس من انواع كتيرة مختلفة وبعدين تقوم مكون منها صورة واحدة. يعني انت دلوقتي شايفني وسامعني، وبعدين في نفس الوقت انت حاسس بالكرسي اللي انت قاعد عليه، بالحاجات دي كلها مع بعض. يعني وممكن تكون شامم مثلا كولونيا في نفس الوقت. كل الحاجات دي مع بعض هي اللي بتديترمين يور مود. مثلا لما تبقى انت قاعد على البحر وشامم ريحه البحر وحاسه وسامعه فده كله مع بعضه بيكون اكسبيرينس مختلطه بالايموشنز كمان. لو انت مودك وحش هتشوف ان البحر برضه كئيب. فدي الكومبلكسيتي بتاعت الانسان، ان هو عنده موديولز كتير قوي كلها انتليجنت، وفي الاخر في نتوركس كل واحده فيهم ليها نتورك، وكله بيلم في الاخر في مكان واحد اللي احنا مش متاكدين هو فين بالظبط، اللي هو بيحسسك ان انت مصطفى. خلاص، فهو ده الانتليجنس اللي احنا بنحاول نقلده. يعني فانت هتحاول فانت من ساعه ما التكنولوجي ظهرت وهي عماله تحاول تقلد. فقلد ايه؟ طب نقلد العين، نقلد الفيجن. فبقى في حاجات بتحاول تشوف، تايدنتيفاي. مثلا عندنا في الطب مثلا تايدنتيفاي نيمونيا، تايدنتيفاي فيوجن، تايدنتيفاي حاجات زي ما الانسان بيعرف يشخص لما تعلمه. فانت الاي اي هيبدا يشخص هو كمان، يعني كانه هيبقى عنده ذكاء بصري. ماشي، بقى في موديل تاني عنده ذكاء سمعي، زي ما انت بتسمع وتبدا يعني تكتب. لو انت في محاضره مثلا الفويس تو تكست، وهو بدا واحده واحده يحسن الاكيورسي بتاعته الفويس تو تكست وهكذا. فهي هتلاقي كل الارتفيشال انتليجنس هي عباره عن تقليد للانسان وشطارته. الحاجه اللي هي مثلا تكست تو فويس، هتلاقي برضو انت زي ما هو في سبيشالايزد مودلز في الاي اي، هتلاقي انت عندك سبيشالايزد سنترز في المخ. عندك سنتر بتاع السبيتش، لما يتضرب سبيتش يبقى باص، اللي هو عباره عن تكست تو سبيتش زي في الاي اي، يعني تكست هتحوله لصوت. طبعا الحاجه اللي هي التحدي الكبير اللي هو بيسموه الارتفيشال جنرال انتليجنس AGI، ان انا ازاي ابقى عندي مودلز كتيره بقى وكلها بتكومباين مع بعض عشان تخلي الارتفيشال انتليجنس ده ذكي بما فيه الكفايه، كانه بقى زي الانسان، ويبدا يكون بقى يستخدم كل الحواس بتاعته زي الانسان يعني. طب دلوقتي احنا اتفقنا او عرفنا ان الاي اي هو موجود من 2010. ليه لا، حصل موجود من الخمسينات، بس رول بيست، وبدا يتطور واحده واحده. ليه حصل سبايك كده 2024 وبقى اي يعني ايه الترانزيشن اللي حصل فجأة كده؟ طبعا هو اللي عمل طفره كبيره هي اللي بيسموها اللارج لانجويج مودلز، اللي هي عباره عن في الاخر نيورال نتورك برضه. يعني انت الديب الارتفيشال انتليجنس انواع، طبقات. اقل طبقه فيه انك تحط شويه رولز. الطبقه اللي فوقيه ان انت تعمل ما يسمى ماشين ليرنينج، ان الماشين بدل ما انا احط لها رولز وهي تمشي عليها، هي تتعلم الرولز وبعدين تمشي عليها. الماشين ليرنينج ده ما حصلوش طفره غير لما اللير اللي فوقيه اللي هو الديب ليرنينج، اللي هو قلد مخ الانسان. الديب ليرنينج الطفره الكبيره اللي حصلت فيه لما عملوا ديب ليرنينج عن طريق مودلز كبيره بقى، نتوركس كبيره قوي بتتعامل مع اللانجوج، بحيث ان هو بدا يطلع زي تشات جي بي تي اللي هو بدا يقول كلام شكله كانه واحد اكسبرت هو اللي قاله. ده كان طبعا نقله كبيره، لان انت في الاخر الانسان ربنا ميزه عن الجماد وعن الحيوانات بايه؟ بالكلام. فانت طول ما انت ما كنتش بتتكلم، طول ما انا مش حاسس بيك قوي ان انت ذكي. بس اول ما تبدا تكلمني، اسالك رايك ايه، ترد عليا، انا زعلان تكلمت، طب عيان اديك كل الداتا بتاعت العيان تشخصه زي تشات جي بي تي ما بيعمل دلوقتي، والحاجات الاكثر تخصصا. فهنا بدا ده الابهار طبعا. جميل قوي. انا هرجع بس للنقطه كده، انا عارف ان احنا نطينا في نقطه بس هي مهمه، هي فكره يشفي. وحضرتك في هارفارد بدات فكره يشفي.
يعني ايه الفكره بتاع يشفي وبداتها ازاي حضرتك، وايه التشالنج اللي حضرتك واجهتها يعني، وخصوصا ان في ريزيستنس كبيره قوي في النظام الصحي في اي تغيير او اي حاجه فيها انيشيتيف يعني. هو الموضوع ببساطه فكره الكلينيكال ديسيجن سبورت اللي انا كلمتك عليه، في حاجه ديفينيشن، ده مش تيرم انا الفته ولا تيرم خاص بشركه معينه. التيرم ده اسمه كلينيكال ديسيجن، القرار الكلينيكي سبورت سيستم، هو نظام لدعمك. النظام اللي موجود لدعمك ده ممكن يدعمك ازاي في كل رحلتك كدكتور، خلاص، بحيث ان انت تقدر بعد كده اللي هو ايه، لما انا اشرح لك، اما اشرح للدكاتره يخافوا. هو لو خاف يبقى هو كده احنا تمام، يبقى لو هو خاف ان اللي انا بحكيه لك ده كتكنولوجي هيعمل له ريبليسمنت، خلاص، يبقى هو كده فهمني. خلاص، لان هو في الاخر كلينيكال ديسيجن سبورت سيستمز هو هدفها ان هي تعمل ريبليسمنت، مش هدفها انها تعمل ريبليسمنت، هدفها انها تعمل ايميتيشن اوف ذا دكتور. خلاص، ما الدكتور ده بيعمل ايه؟ العيان اولا الدكتور ده دوره ايه؟ دوره ان هو لما يحاول ينصح المجتمع بحاجات قبل ما المرض يحصل. يعني خلينا ناخد القصه بالتدريج، يعني لوجيكلي كده سبيكينج، ينصح ويعمل بريفنشن، فيلقط مين الناس اللي محتاجين نصح اكتر في البريفنشن فينصحهم. ده ما بيعتبرهوش كلينيكال ديسيجن سبورت، دي الحته الوحيده، دي تخصص البريفنتيف ميديسن. انما اول ما العين يبدا يشتكي من اي حاجه، فانت دورك كدكتور ايه؟ ان انت هتبدا اولا تنصحه يروح لمين، اجري على الطوارئ ولا على مهلك في البيت وتعالى الاسبوع الجاي. ثانيا بتبدا تنصحه انت تقريبا الشكوى اللي عندك تمشي مع قلب مثلا. يعني انت مثلا بتقول لي ان انت بتنهج، وبالذات وانت نايم، ولما بتقعد الموضوع بيقل وبتصحى من النوم على كرشه نفس بعد ساعتين، خلاص، وفي نفس الوقت رجلك وارمه، وفي نفس الوقت الكميه اليورين بتاعك كويسه، البول كويس، ما عندكش مشكله. فانا لما الحاجات دي مع بعضها كده، انت كدكتور شاطر اولا بتسال الاسئله الصح. هو واحد قال لك انا بنهج، مش اي حد هيساله نفس الاربع خمس اسئله انا قلتهم لك. الحاجه الثانيه، بعد ما انت جاوبتني بقى في مجموعه جديده من الاسئله، فده برضه جزء من ذكاء الانسان، ان هو عارف، هو عنده الطب قد كده اهو، بس بيختار مع العيان ده في العشر دقايق دول اسئله معينه تحت ضغط الطوارئ. انت ما عندكش بقى وقت تساله كل الطب، يا ريت. فده فهنا فانت محتاج في الكلينيكال ديسيجن سبورت تقلد الدكتور في ذكائه في سؤال الاسئله، تقلد الدكتور في ذكائه في ان هو يسال اسئله ثانويه وثالثيه ورباعيه وخامسيه بناء على اللي فات، تقلده في انه بعد ما المعلومات اتجمعت عنده الدكتور الشاطر بيشخص كويس. فهنا كل اللي فات ده يعتبر حاجه اسمها سيمتوم انالايزر. بعد كده طب العيان هنكشف عليه، فانت تقول لي اكشف على ايه بالظبط، ده جزء من الديسيجن. قرر يقول لك خلي بالك لازم تحط ايدك بقى على الابدومن الطريقه الفلانيه، الراجل ده ممكن يكون عنده بيريتونايتس، يبقى لازم تكشف على تشوف في جاردنج مثلا ولا لا، ان هو بيشد بطنه ولا لا. وبعدين هيقول لك تطلب له تحاليل ايه، ما هو الدكتور بيعمل ايه في عيادته، بعد ما بيكشف بيقوم قاعد ويقعد يكتب شويه تحاليل، يكتب شويه اشعاعات، يكتب شويه علاجات. فكل ده يعتبر جزء من كلينيكال ديسيجن سبورت. وبعد ما النتائج دي تطلع وترجع تاني، الكلينيكال ديسيجن سبورت ان انا ايه، اشخص تاني بقى بشكل ادق. فده باختصار فكره الكلينيكال ديسيجن سبورت سيستمز، اللي هي بقى دلوقتي يعتبر احد اهم رسائلي في الحياه، ان احنا نطبق الكلام ده في كل حته. طب قول لحضرتك التشالنجز او الحاجات يعني لقيت ريزيستنس كبيره قوي من دكاتره، من ولا لقيت تشجيع زي الفكره الاولانيه؟ يعني قول هرد لحضرتك عليك في كلمه الفيسز واحده يعني. الوقت. يعني اكتر حاجه بتخوف الدكاتره من التكنولوجي ان انا ما بداتش، لما بدانا ما كناش مركزين على الاي اي. احنا حطيناه في الرود ماب على فكره من بدايه المانيفستو بتاعه التاسيس البروجكت، ان احنا عايزين نوصل بعد شويه مع الديجيتايزيشن ان يكون في اي اي دايجنوزس واي اي تريتمنت ايفن. بس ما بدأناش نطبق ده غير ما عرفناش نطبق ده غير لما المجتمع بقى جاهز. يعني احنا حطيناها يعني اتكلمنا مع ناس كتير والناس بتتحمس، بس مش دايما المستشفى جاهزه. ممكن مش جاهزه ان التكنولوجيا ما عندهاش اصلا الكترونيك، ما عندهاش داتا العيان، فازاي هتستخدم داتا العيان في انك تطلع تشخيص وانت معكش داتا؟ تريننج الاي اي نفسه. فده كانت مشكله طبعا. المشكله الثانيه، المشكله الاخطر بعيد بغض النظر عن الاي اي، الدكاتره بتخاف من التكنولوجي ليه؟ لان هو اصلا وقته مضغوط جدا. هي كلمه السر الوقت، وقته مضغوط جدا. هتقول لي بقى دلوقتي اكتب ادخل داتا،
دخل داتا عشان الداتا دي هتساعدك في التشخيص. طب انا مش عايز ادخل، ما عنديش وقت ادخل الداتا. يا عم ما هتخلي تشخيصك احسن، يعني هتعمل لك سيرش وهتعمل لك اي اي دايجنوستس ومش عارف ايه، هيقول لك ما انا بشخص دلوقتي باكيرسي مثلا، هو معتبر ان الاكيرسي بتاعته مثلا 70 80%، مش عايزها تبقى 90، وانا مش واثق اصلا ان انت هتوصلني لل90. وبعدين في ساعات قبل الاي اي كمان ما كانش البنفيتس واضحه، يعني انت هتدخل داتا عشان المستشفى يبقى عندها ريكوردز، عشان لو العيان ده جه بعد اسبوعين يبقى معانا داتا. فهنا بدات ان انت لازم تفكر تغير المايند سيت بتاعتك، ان انت ايه، انت عايز الاول تعمل طريقه توفر له تايم اكتر من الوقت اللي هيخسره من الديجيتايزيشن. فانت ممكن تلاقي ان في طريقه ان انت الاي اي يوفر للدكتور وقت، مثلا الفويس تو تكست. ان انت النهارده انا بكلمك اهو، قلنا حاجات كتير قوي، الحاجات دي محتاجه تتحول من فويس انتو تكست. ولو انا عندي حوار بين دكتور وعيان مثلا، دلوقتي بقى في حاجه اسمها مثلا امبيانت ولا امبيانس، حاجه كده في one of the technologies بدات تنتشر كالنار في الهشيم في اليو اس اي. ليه؟ لان هي بتوفر على الدكتور وقت الدوكيومنتيشن. 50% من وقت الدكاتره في الاماكن اللي فيها ديجيتايزيشن رايح للدوكيومنتيشن. فانت في مصر عشان توفر وقت ما شايل الدوكيومنتيشن، يعني الدكاتره مطحونين ان احنا عندنا واحده من اقل نسب الدكتور تو بيشنت ريشيو، من اقل النسب في مصر بسبب ان البوبوليشن كبيره والدكاتره بتسافر. وبالتالي الدكتور عايز يشيل اي حاجه بس ما يشيلش الحاجه اللي هتخلي العيان يموت خلاص. فايه الحاجه اللي ممكن اشيلها؟ الدوكيومنتيشن. خلاص مش هكتب، يعني جالي 60 عيان في الساعه، يعني كل عيان دقيقه، هتكتب ايه بقى؟ فاهم ازاي؟ في عياده مثلا زي عيادات اللي هي في اماكن معينه في مصر عارف يعني في الجامعه وبره الجامعه، في اماكن كده فيها ضغط شديد. فانت النهارده هتقول له لا ثانيه واحده، ما انا هعمل لك بقى فويس تو تكست، فانا مش عايز منك حاجه، اعمل العادي بتاعك. واخد بالك ازاي؟ واحنا هناخد الفويس هنحوله لتكست ونكلاسيفاي ذس تكست، ومنه نقدر نعمل سيمتوم اناليسيس برضه. حضرتك طبعا عارف ان احنا خدنا تجربة صغيرة كده في حتة الالكترونيك ميديكال ريكوردز، ودي اصلا بداية تعرفه مع حضرتك يعني. فهي بس في تشالنج كده، او كان برضو الناس كتيرة بتسأل. هم حاجتين الصراحة. اول حاجة الكونسنت بتاع العيان، هو الداتا دي بتروح فين؟ طب العيان اصلا موافق ان سواء الداتا دي تستخدم في ريسيرش او تستخدم او تكون سيف ده اصلا؟ الحاجة التانية هو الدكتور نفسه خايف ان هو دلوقتي يعتبر دياجنوز بتاعه بيبقى دوكيومنتد، يعني هو اوريدي اصلا الدكتور بيبقى عنده ديفرنشال دياجنوز، فهو ممكن يشخص اول مرتين غلط، فهو مش عاوز حاجه تثبت ان هو شخص اول مرتين غلط. ايوه. طب انا عايز اسالك بقى، انت عمال تسال فيا مصطفى، انت لفيت بنفسك، كان عندك تجربه حلوه في ان انت بتحاول تنشر الالكترونيك هيلث ريكوردز في مصر، ايه المعوقات اللي انت شفتها؟ هي كانت تجربه جميله جدا. احنا نزلنا الدكاتره قلنا لهم عندكم مشكله في قالوا يا نهار ابيض الورق ومش الورق، طبعا عندنا مشكله. طب قلت لهم ايه رايكم لو احنا عملنا الميديكال ريكوردز في كارت كده، الكارت ده NFC وربطناه بسيستم وكده؟ يا نهار ابيض جميله جدا جدا جدا. بدانا ناخد الداتا بتاع الدكاتره دول، وفي ناس في دكاتره كانوا اوريدي مجموعه عيادات قالوا احنا ممكن نتعاقد معاكم من دلوقتي. فروحنا عملنا السوليوشن وجينا لنفس الدكاتره، يعني احنا ما رحناش لدكاتره تانيين، احنا قلنا لهم احنا عملنا بقى البرودكت اللي احنا اللي انتوا طلبتوه اللي انتوا طلبتوه. أيوة. قلت لنا عليه مشكله. أيوة. قال لي بص تعالى لي بعد اسبوعين، اصلا انا هنقل عياده تاني، فان شاء الله يعني لما هروح هناك بقى هعمل الموضوع ده. أيوة. هو عمره ما هيوضح السبب. أيوة. عمره ما هيوضح السبب. أيوة. بس هو ديبلي بقى بدأ بقى يوضح. وهو برضو السؤال برضو التاني اللي هو كان بيسأله لي، انت كلمني في حاجه من ثلاثه زي ما حضرتك قلت، لا اما ده هيدخل لي فلوس زياده، لا اما ده هيقلل لي وقت وايفورت طبعا، لا اما الحاجه الثانيه ان هو يعني هو مش مهتم قوي بمصلحه العيان. هو كلمنا عن مصلحتي، يعني انا ممكن اكون كنت بكلم الدكتور شويه من ناحيه البيشنت اكتر من ناحيه الدكتور. ايوه. فحس في مصلحه العيان. حسيت ان هي حته صد لدرجه ان دكاتره قالوا لي كلمه غريبه قوي، قالوا لي احنا شفنا شركات كتير قوي من اولهم فيزيتا
هم اصلا كانت بدايتهم دكتور بريدج. أيوة. فانت ازاي هتسستين او انت ازاي هتكمل يعني؟ أيوة. ما لقيتش كده. ايوه. فهي انت بتتكلم على ان هو حتى لما حد هيقول لك هو ليه مش عايز يادوبت، ممكن ما يقولكش، هيقول لك اسباب بس مش لازم هيقول لك السبب الحقيقي، ده حقيقي. اللي هو ان هو مضغوط، هو هيتكسف منك، هو في الاخر معذور ان هو الحاله الاقتصاديه بتاعت الناس كلها صعبه، يا دوبك الوقت المتاح على قد ان هو يشوف العيانين اللي هو يا دوبك بيشوفهم. فكان سؤالك ايه بقى تاني؟ يعني هي عاوزه تتكلم بس التشالنج اللي حضرتك ايوه مريت بيها طبعا. او السستينابيلتي يعني بتاع الموضوع ده يعني. طبعا هو هي كانت اكبر تشالنج هي الكونفرجن اوف دكتورز، اللي هم زي ما انت بتقول نفس الاجابات بتاع نفس اللي انت اجابات دي، اللي هو طب اروح انا رايح عياده جديده، لما في على فكره عملوا كده وبعد 5 سنين كلموني ولما راحوا العياده الجديده اشتغل. انا بكلمك على كيس في ذهني، لما فعلا راح عياده بعد 5 سنين ما انا اتكلمت معاه دلوقتي بيأدابت السيستم، واخد بالك؟ بس هو فالناس بتأجل، ايوه عارف، هو عارف ان هي حاجه كويسه، بس زي ما انت عارف ان انت المفروض مثلا تلعب رياضه، واحد عارف ان المفروض ما يدخنش، كل الناس عارفه ان هو لازم يعمل ده بس ما بيعملوش لنفس الاسباب اللي انت ممكن الواحد ما يذاكرش وهو المفروض يذاكر مثلا. فهي الناس عارفه ان الهيلث كير ديجيتايزيشن هو المستقبل، بس مش كل الناس مستعده تاخد الخطوه دلوقتي، بالذات ان هو عارف ان هو في تكلفه غير التكلفه الماليه، الاهم من كده في تكلفه وقتيه اللي هو اهم ريسورس واكتر ريسورس ناقص عند الدكاتره. جميل قوي. ممكن حضرتك تكلمنا يا دكتور الاي اي بيعمل ايه في القطاع الطبي؟ يعني الناس بقى بتقول هي في تخصصات مش هتبقى موجوده، هو دلوقتي ممكن يعمل عمليات جراحيه، وعاوز دايما الحته بتاع هو بيعمل ايه بره مصر واحنا فين دلوقتي جوه مصر يعني من ناحيه الاي اي يعني. واتكلمنا على كيس ستادي حقيقيه يعني في شركه كذا بتعمل كذا، ويعني عاوز اعرف دلوقتي الاي اي وصل ايه في يعني القطاع زمايلنا الطبي. مثلا الاصدقاء اللي هم قدنا في السن او اكبر او اصغر شويه في ميو كلينيك وفي كليفلاند كلينيك بيحكوا لنا ان هم دلوقتي بداوا في سيستمز موجوده، بداوا يختاروا دكاتره معينين من اللي هم بداوا يختاروا دكاتره معينين يجربوا فيهم السيستمز اللي هي بتاعه الفويس تو تكست، بحيث ان هو عارف ان دي اكتر حاجه بتضيع وقت الدكاتره. فدلوقتي بدل ما انا هقعد مع العيان مثلا اقعد مع العيان مثلا تلت ساعه وبعدين اقعد بعد ما يمشي 10 دقايق اكتب، طب ما انا اخد الحاجه دي، طب ما هي هتبقى رو وفيها صباح الخير وصباح النور، اخبارك ايه النهارده وحشني وكده. هو المفروض يفلتر بعض الكلمات والمفروض يرتب النوتس ويكتبها بطريقه معينه، فورماتد بطريقه معينه. فالنهارده هم بداوا يبقى في ترانسفورميشن رهيب في الحته دي عندهم هناك، وانا اتوقع هو احنا ما بنسجل اول التاريخ ان ده برضه هيكون من اكتر الحاجات اللي هتنتشر في مصر بدري، لان دي بتادرس حته مهمه عند الدكاتره. وانا عارف اماكن، يعني احنا اوريدي اتكلمنا مع اماكن كبيره في مصر سواء برايفت او بابليك وعايزين الحكايه دي. فالنهارده الحكايه ده اكزامبل، يعني انت هنا امسك كده حواس الانسان، السمع خلاص اللي هو السمع والانتربريتيشن اوف لانجويج، يبقى ده نوع من انواع الانتليجنس موجود في الطب. خلاص خد عندك بقى النظر، يبقى كمبيوتر فيجن داخل طبعا في الراديولوجي بقوه جدا، ودي من اكتر واول الاماكن اللي حصل فيها تفوق. الاي اي سحق الانسان خلاص، يعني هو هنا تقريبا كل التشالنج، يعني تقريبا كل الريسيرشز اللي بتدخل وبتحاول تقارن الراديولوجي بالانسان، الاي اي بالانسان، الاي اي عمال يجيب ذا سيم او باتر في حاجات كتير. الاكيورسي وصلت قد ايه في الاي اي؟ الاكيورسي بتوصل ل 90s دلوقتي، يعني حاجات كتير قوي وصلت ل 93 95 97 99% في بعض الحاجات. اكيورسي بالنسبه للاي اي يشخص لك نيمونيا، يشخص لك مثلا بلورال افيوجن، يشخص لك يقيس لك حجم التشامبرز في الايكو كارديوجرافي. فزي ما اتفقنا ان هو التحدي الحقيقي في تقليد مخ الانسان هو الكومبلكسيتي، ان انت لو بتجمع معلومات كتيره قوي توصل لتشخيص. لذلك هتلاقي سيمتوم انالايزرز لحد النهارده لسه الهيومنز متفوقين شويه صغيرين عن الاي اي، وطبعا بتفرق من سيتنجز للتانية، يعني في حاجات بقى اكسبرت سيستمز قوي فالاي اي اصلا مش تريند، لو بقى تريند كان ممكن يوصل. تلاقي مثلا لسه باصص على بيبر منشوره السنه اللي فاتت او السنه دي على العظم مثلا، فتشخيص ان الشخص ده محتاج حاجه معينه، في يعني تشخص ان هو
عظم، ان هو عنده فراكشر او ان هو عنده نوع من انواع الاورثوبيديك بروبلم، كان الهيومنز متفوقين جدا عن الاي اي، رغم ان احنا في الكلام ده فيري ريسنت. هتلاقي في حاجات تانية لا، هتلاقي مثلا في اكس راي مثلا في البطنه، يعني في احد الشركات اللي متخصصه في السيمتوم اناليسيس مركزه على البطنه اكتر يعني. فهم they claim ان هم 93% accurate في البطنه. طبعا مش يعني ممكن مش validated بستاديز كتيره. برضو بتتكلم على تشات جي بي تي بتتكلم على 70s و 80s، 70 و 80%. حاجه مثلا زي اي دي اي، في حاجه اسمها اي دي اي، دي برضو دي واحده من في الدراسات المقارنه كانت من اكتر الحاجات اللي واخده سكور عالي قرب 80 something%. جميل. فانت عندك هنا ليه في السيمتوم اناليسيس وفي التشخيص بقى لما يبقى في معلومات كتيره قوي وسيمتومز وساينز والاكزامينشن، ليه هنا الانسان لسه بيتفوق شويه؟ عشان الكومبلكسيتي. انت داخل السمع، انت سمعت صوت العيان وده فكرك بحاجه معينه انت مش حاسس بيها، بس هي سبكونشسلي انت حاسس ان العيان ده في مشكله عنده. ده يطلع هايبوثايرويد لان هو عنده بقى شويه في صوته مثلا، واخد بالك؟ فانت بتبدا تجمع مالتيبل سورسز اوف داتا، فلسه متفوق شويه. انما لما تيجي بقى على حته سبيسيفيك قوي، اكس رايز نيمونيا، او سي تي في الني مثلا، او اوستيو ارثرايتس مثلا سكورينج، هتلاقي في الحاجات دي الاي اي بيسحقنا خلاص. هو عمال يجيب اكيوريسيز اعلى. وبعدين اقول لك الحاجه الاخطر، ان هو بدا يتفوق على الانسان في ان هو بيديتكت هيدن باترنز. يعني فور اكزامبل الاي سي جي، احنا متعلمين الاي سي جي من سنه اولى في اس تي اليفيشن، يبقى الاس تي اليفيشن دي تقول لك ان في اس تي اليفيشن ام اي اوكلوسيف مايوكاردال انفاركشن، في حته اتسدت في الكورونري فيسل الشريان اللي بيغذي القلب. وان في حاجه تانية اسمها نون اس تي اليفيشن ام اي، الحته نفس الخط الكهربائي ده ما ارتفعش. خلاص الموضوع ده اتشقلب تماما، الاي اي شقلبه تماما، ان هو بقى بيبص على اي سي جيز تريند على مليونز اوف اي سي جيز. وبعدين انت اديت الاي اي معلومه مش موجوده عند الدكتور اللي بيقرا الاشعه، اللي بيقرا الاي سي جي. قلت له العيان ده لما عملنا له قسطره اكتشفنا ان عنده الجلطه، ان عنده فعلا اوكلوجن. العيان ده اكتشفنا ان ما عندوش بعد معلومه مش موجوده دلوقتي وانا بقرا الاي سي جي. خلاص، بس انت اديت الاي اي المعلومتين، اديته الاي سي جي ده وقلت له العيان ده جاله، اديته الاي سي جي ده العيان ده ما جالهوش. خلاص، ولما اتعمل تريننج لقينا ان الاي اي بقى يلقط هيدن باترنز ملهاش علاقه خالص باللي احنا درسناه في الاي سي جي. يعني الاي سي جي شكله نورمال، بس لا ده عنده على فكره ام اي. خلاص، وطلع فعلا ان يعني بدات يبقى في اكيوريسيز قويه جدا للاي سي جي في البريدكشن اوف اوكلوجن، ان في جلطه قفلت الفيسل. جميل قوي. طبق ده بقى على اي حاجه. يعني هنا انت هنا مش بتتكلم طبق، هات اي بقى ايمج. يعني مثلا في احد البروجكتس اللي انا تشرفت ان انا اشتغلت معاهم السنه اللي فاتت في كليه الحاسبات بالشراكه، يعني تحت اشراف استاذ دكتور اماني ابو المجد، نيورولوجيست في قسم النيورولوجي عندنا. يعني لسه بيستخدموا اوبن سورس داتا سيتس من على الانترنت، بس داخلين دلوقتي في ان هم ياخدوا اثيكال ابروفل وهكذا. فالتيم ده كان عايز يطبق نفس الفكره بس على الام ار اي بتاع المخ، لان انت عندك حاجه اسمها وايت ماتر ليجنز. الوايت ماتر ليجنز دي ممكن تبقى ولا حاجه خالص، يعني لو حتى لو شكلها قريب من المالتيبل سكليروزس اللي هو مرض مناعي، نفس الشكل بالظبط، ممكن بعد سنه يقلب مالتيبل سكليروزس وممكن ما يقلبش. واخد بالك ازاي؟ فهنا العلم العادي مش عارف يحسم، فبيضطر يستخدم other criteria clinical criteria، وان هي الليجن تحصل في اكتر من تايم، اكتر من سبيس، وحاجات كتيره كده. فالنهارده الاي اي احنا مثلا في البحث ده عايزين نشوف اذا كان ممكن الاي اي يلقط هيدن باترنز زي ما حصل في الاي سي جي وهكذا. كتير قوي من التطبيقات في الاي اي دلوقتي يعني النيو ستاديز والنيو ريسيرش، مش بس ان انا عايز الاي اي الدكتور يعلم لي على الليجن واشوف اذا كان هو الاي اي هيلقطها، لا ده انا عايز ادي الاي اي حاجه الانسان ما يعرفهاش، اللي هو علم بالمستقبل. يعني الدكتور لما بيبص على شيء ما عندوش علم بالمستقبل ده العين ده هيحصل له ايه، الاي اي بقى عنده. جميل قوي. انا عاوز اخد برضو الفويس تو تكست دي عشان برضو فكرنا فيها شويه. هو طبعا التطبيق بتاعها صعب قوي، بس هو في محور تاني مهم جدا. احنا عندنا هنا في مصر، يعني بره مثلا ممكن نوزيا وفوميتنج، لا هنا في مصر ممكن
جمله واحده يبقى ليها كلمات كتير بتدل على نفس الجمله. وبرضه ان هو يقدر يحط لا دي سيمبتومز، دي ممكن تكون كومبليكيشن، دي اونست كورس. يعني حاسس شويه ان طريقه الهيستوري تيكن حتى ممكن ما تطبقش قوي. فكره اصلا هيعملها ازاي، ازاي هيحط دي في السيمبتومز كانوا بيقولوا لنا زمان ولقيناها فعلا موجوده، ان الدكتور القديم شويه ممكن العين هو داخل على الباب قرايبه شايلينه او قرايبه بيزقوا كرسي، فالدكتور يقول لك العيان ده على فكره عنده ليفر سيروزس، وهو لسه ما بصش على عينه ولا بص على الاسيتيك فلويد اللي في بطنه ولا عمل بيركشن ولا خبط على بطنه. هو عمل كده ازاي؟ عشان شاف قبل كده من نفس النوع ده 500. خلاص، فهنا الدكتور بقى ذكي ليه؟ بسبب كثرة الحالات. فتلاقي الدكاتره دول بقى يقول لك ايه يا عم، هو الاي اي ده هيفهم زينا؟ ده احنا انا شفت كام حاله. خلاص، طبعا الدكاتره دول هترد عليهم انت تقول لهم ايه يا مصطفى؟ هنحط تقريبا ضعف الحالات اللي انتوا شفتوها دي ونعمل تريننج ليه. بالظبط انت ممكن تدخل بدل ما انت شفت 1000 عيان مليون عيان. يعني الاي اي انا ممكن اترين الاي اي على مليون عيان كلهم سيروتك، واديله صوره العيان وهو داخل من على الباب كل مره. خلاص، يعني مثلا يعني بقول لك مش ستادي يعني اتعملت، ما اعرفش اتعملت ولا ازاي، بس ممكن تعمل كده، تصور يعني في حاجات كتيره شبه كده. هتصور العيان بجلابيته بكل حاجه في مصر، يعني لازم طبعا الكونتكست مهم. خلاص، فهو ممكن الصوره تلقط شويه صفار بسيط في عينيه انت مش شايفها حتى في الصوره، يعني انت لما تبص على الصوره ما بتاخدش بالك منها. فالفكره ان انت الخطوره بتاعت الاي اي ان هو هيبقى دكتور شاف عدد عيانين اكتر منك بكتير. خلاص، هتقول لي ما هو بس خلي بالك برضه. انا مره سالت، ممكن ابقى ابعت لك الفيديو، سالت شويه طلبه يا جماعه انتوا شفتوا كام اكس راي في حياتكم تشست؟ فقالوا لي مثلا الافرج كان 7. قلت لهم طيب خلاص، جالكم في الامتحان نيمونيا تعرفوا تشخصوه؟ لما جالكم في الامتحان يعني في منهم جاله نيمونيا وشخصوا ب7 اكس رايز. خلاص، لا يزال لحد دلوقتي الانسان بيتعلم بعدد سامبلز اصغر بكتير قوي من اللي انت محتاج 1000 عيان عشان لينا كباستي. محتاج 1000 تشست اكس راي مثلا عشان تعلمه مينيمم، يعني عشان توصل لاكريسي معقوله في حاجه زي النيمونيا. ممكن ساعات في بعض الاحوال تبقى 100، يعني كل ما عدد الباثولوجيز بتزيد كل ما بتحتاج more samples. بس قصدي لحد النهارده الانسان بيقدر يتعلم احسن من سامبل صغيره. بس انا ممكن اغرقك بقى، يعني بدل ما انت ماشي انت ال100 عند او يعني ال7 عندك زي 1000 عندي. خلاص، فانت لما توصل ل70 كان انا وصلت ل10000، لا انا هاخد مليون. فهنا دي التفوق اللي بيحصل. طبعا اي اصلا ممكن بعد شويه تلاقيه بيعرف يتعلم من عدد اقل، يعني ده اللي بيسموه الترانسفير ليرنينج مثلا، ان انا ادرب الاي اي على اشعاعات وحاجات طبيه كتير قوي قوي قوي. فلما اجي ده دلوقتي عايز ادربه اجي ادربه دلوقتي، ما ادربوش من الاول، ما اجيبش موديل ما اتعلمش خالص، اجيب الموديل اللي اتعلم حاجه شبهي وبعدين اقوم مديله بقى شويه اشعاعات زياده اللي هم بيسموها ترانسفير ليرنينج او الفاين تيونينج. فتبدا انت رغم ان انت دلوقتي في القصر العيني مثلا ما علمتوش على 100,000 اشعه، علمته على 500 بس يوصل لاكيرسي قريبه من الموديل اللي اتعلم على 100,000 اشعه، لان هو انا جبته اللي اتعلم في امريكا ده الخبير الاجنبي، يعني اي اي خبير اجنبي، بس علمته شويه مصري، يعني ظبط نفسه على المصري شويه. خدت بالك؟ ومن هنا اصلا الانسان ليه بيتعلم من 7 اشعاعات؟ يعني ليه الانسان اصلا بيعرف يتعلم اكس راي من 7 اشعاعات؟ لان هو عنده خبرات متراكمه. يعني ممكن يكون الطفل الصغير لو انت وريته 7 اشعاعات مش هيفهم حاجه، هيقول لك واق وخلاص، مش عارف يتعامل اصلا، مش فاهم يعني ايه اشعه اصلا. بس هو احنا الانسان بيتعلم برضه بالترانسفير ليرنينج ده. جميل قوي. لما بنسمع عن موضوع الاي اي كده بحس ان مصر بعيده قوي عن الموضوع ده، وخصوصا ان ما فيش شركه في مصر مشهوره في المجال ده يعني. فعاوز حضرتك تديني اكزامبلز كده، حتى لو كانت ستارت ابس او حاجات لسه بتبدا يعني، بس في شركات مصريه بتعمل احنا عارفين يش طبعا، بس اقصد يعني يعني شركات لسه بتبدا حتى شغالين على الجزء ده يعني. وايه التشالنجز اللي كل الشركات بتاعه الراديولوجي اللي موجوده في مصر دلوقتي بتعمل اي اي بروجكتس تقريبا. يعني هقول لك مثلا في السوق المصري في ميلانسيس وفي باكسيرا، هما الاثنين كانوا حاجه واحده وانفصلوا من اكتر من 20 سنه.
هما الاثنين دلوقتي as we speak بيتنافسوا مع بعض في مين هي adopt اكتر AI models. والحاجات اللي طالعه ناشئه مثلا لسه برضو سامع من كام يوم على حاجه اسمها مادفيرس مثلا، فدول برضو انا عرفت برضو من اصدقائهم ان هم شغالين على AI models. فانت يعني السكوت اللي في مصر دلوقتي هو السكوت الذي يسبق العاصفه. انت هتلاقي مره واحده حصل تحول انت مش متخيله. انا عارف من الكواليس والمطبخ من جوه، رغم ان هو الاي اي مودلز دي ما انتشرت. يعني النهارده في كام مركز اشعه في مصر اكشلي بيستخدم اي اي مودلز في كل الجسم، او في 10% من جسم الانسان؟ زيرو، زيرو خلاص. بس كله عمال المطبخ بتاعه هو شغال كده، هو بيستعد عشان ينطلق. اللي موقفهم ان هم خايفين من دكاتره الاشعه يعني مش التكنولوجي. يعني التكنولوجيا موجوده عندهم، بس هم لسه محتاجين واحده واحده كده يسرسبوا لهم. هو الدكتور الراديولوجي في الاخر هو رئيس مركز الاشعه، يعني هو دكتور راديولوجي برضه في الاخر. فانت النهارده جايب لي المنافس بتاعي اللي هو يبقى ارخص مني وبتقول لي انت بدخله بنفسك هات المنافس بتاعك وحطه. ده المايند سيت بتاع، يعني المايند سيت بتاع بعض الدكاتره، وهم خايفين من كده. بس هم عارفين ان التغيير جاي بقوه، وعارفين ان الدكتور ده لما هيلاقي اول ما مكان اماكن كتيره، اول ما مكان بس واحد سيجنيفيكانت يتحول، هتلاقي سيفنج في التايم رهيب، سيفنج في الماني رهيبه، مش هتعرف تنافس لو انت ما عملتش زيه. يعني انت يدنت ادوبت اي اي هتقفل، مركزك هيبقى اغلى بكتير، او هتبقى يعني مش بتكسب. ليا واحد صاحبي هو دلوقتي بيعمل PhD يعني دارس AI في امريكا. فهو كان شغال في بروجكت كده في المانيا، ان هو بيترين الاي اي ان هو يشخص امراض سايكاتريست يعني. وهو كان بيتكلم معايا او بيوضح، بيقول هو المشكله الرئيسيه في التريننج بتاع الاي اي في الداتا او في الليبل، زي ما احنا شفنا يعني. وحاسس شويه ان دي مشكله اوريدي كبيره شويه في مصر، ان احنا اوريدي ما عندناش داتا سيستم يعني، او ما عندناش داتا الاي اي ده يتدرب عليها يعني. والدكاتره خايفين فهم مش هيدربوا الاي اي. ف بص، هو زي ما قلت لك الكي وورد هي تايم. فانت الليبلنج اوف داتا معناها ان الدكتور هيقعد يتفرغ، ومش بس هيكتب ريبورت، ده هو محتاج ممكن يكون هيعلم كده، يعمل زي كده رسمه، يحط دايره، يعمل يعني الليبلنج بتاع الاي اي ممكن يبقى بياخد وقت اكتر شويه. الحاجه التانية برضو ان انت ممكن احيانا لو ما تعتمدش على تشخيص دكتور واحد، لحسن ده يخلي الليبلنج غلط، تحتاج تجيب واحد تاني. طب لو اتنين اختلفوا تحتاج تجيب واحد تالت عشان تعمل ما يسمى الجراوند تروث. فانت هنا التحدي بتاعك هو التايم. بس انت لو حطيت التايم ده هتوفر قصاده، يعني انت هتليبل مثلا 1000 صوره، بس ال1000 صوره يعني بعد ما تليبل ال1000 صوره انت هتقعد تشخص مليون. تمام. يعني انت هتتعب في ان انت تعمل ليبلنج مثلا ل 10000 صوره. بس وانس الليبلد، وانس الاي اي موديل ده بقى موجود، هتيجي في سنه واحده مثلا ممكن يقرا لك مليون صوره، فقلل لك الوقت من 10 minutes 15 minutes للريبورت ل 30 seconds مراجعه. فالمشكله طبعا ان انت زي اي حاجه، زي ان انا اخس مثلا. انا عارف ان انا المفروض العب رياضه، بس ما بعملهاش، رغم ان انا عارف انها هتوفر عليا بعدين. وده اللي خلى ناس كتيره بدات فعلا تاخد اكشن. يعني كل الجامعات دلوقتي بقى فيها اتجاه انها تعمل رسائل في الاي اي، وبقى في مكتب اي اي في كل حته، اتجاه البلد كلها دلوقتي ان هو بيشجعوا الاي اي ترانسفورميشن. هي جايه والحته بتاعت الانوتيشن دي هيتغلبوا عليها، لان انت ممكن تعمل، انا زي ما اتفقنا، الترانسفير ليرنينج. حضرتك اوريدي بتدرس في كليه حاسبات مع طب. درست ماده في وقت ما كده اسمها ثيوري اوف مايند. الناس كانت عاجباها جدا الماده، ان شاء الله هحضرها في مره يعني باذن الله. شرفتني. فهو انا لاحظت بس لما انا حضرت المعرض بتاع حاسبات وشفت البروجكت، حسيت ان في بروجكتس كتير قوي مهتمين قوي بالميديكال فيلد او مش عارف ليه يعني. هل ده كان يعني ده توجه عام فكرة اي اي في الميديكال فيلد او البروجكتس بشكل عام يعني في الميديكال فيلد، ولا هو كان ثيم او حاجة زي كده يعني؟ هو الميديسن من اكتر الحاجات اللي الاي اي فيها الدرس.
يعني اتعمل ريسيرش كتير قوي في الاي اي ان ميديسن اكتر من مثلا الاي اي في مثلا الميكانيكا العربيه، ميكانيكا العربيات مثلا. فهتلاقي لذلك لما هم الطلبه بيدوروا فبيلاقوا الفرص، بيلاقوا الحاجات الميديكال. وبرضه الميديسن في حته غصب عنك انسانيه بتطلع فيك، تحس انت عايز تحس انك عملت جراديويشن بروجكت بيخدم البشريه. خلاص، فايه اكتر حاجه الانسان بيحس انها بتخدم البشريه؟ سيفنج لايفز. خلاص، فانت فسيفنج ان كون ان الطب بيحرك باشن عند ناس كتير. المشكله اللي حاصله بقى اللي هي كبيره وكلنا حاسين بيها، الجاب. بالظبط. ان انت مثلا مصطفى حضرت مؤتمرات ميديكال تخصصات، حضرت مؤتمرات مثلا طبيه قبل كده؟ كتير، حضرتك؟ بس كنت بروح اشوف سبونسرز. اوكي. شركات. طب شفت الاجنده؟ اه في اي اجنده في اخر سنتين ما فيهاش اي اي ان وعنوان المؤتمر؟ هو بيتكلموا عليها بس بس اه، مش بيتكلموا حاجة. على حلاوتها. اه بس للاسف هتلاقي التطبيق بتاع الافكار اللي هم قالوها قليل جدا. وفي نفس الوقت هتلاقي مشاريع تخرج كتير. يعني اما اتكلمت مع القيادات اللي في الكليات الحاسبات وكده، حاسبات والذكاء الاصطناعي، واساتذه قدام عندهم، فقالوا لي ان هو المشاريع اللي بتتحول للواقع هي من 0 to 2%. خساره. طب وبعدين الطاقه اللي هناك والابداع رهيبه على فكره، امكانيات حلوه جدا، وعيال انا كتير اتفاجئت قوي الصراحه، عندهم جدا. انوفيشن وعندهم اجتهاد وعندهم افكار حلوه. فالفكره او المصيبه اللي كانت حاصله ان ده لوحده وده لوحده واللينك مش موجود. فاحنا كل اللي عملناه السنه اللي فاتت ان احنا بدانا نتكلم مع الناس على فكره ان احنا نعمل نتورك. سميناها very simple name artificial intelligence innovation network. ان احنا عايزين نبني نتورك ما بين نعدي كوبري الجامعه. هو في الانجليش يقول لك دايما ايه we want to bridge the gap. هو ما بين كليه الطب وكليه الحاسبات او كليه هندسه هو كوبري الجامعه وحته صغيره. خلاص، فاحنا كنا عايزين بس الناس ناس اكتر يعدوا الكوبري. خلاص، فانا عديت الكوبري، قابلت الناس هناك وبدات اعزمهم لهنا. ومجرد ما انت زي ما تكون حطيت الغاز جنب الولعه بالظبط، زي ما زي حته كبريت جنب جاز، فعلا هو ده زي رياكشنز بتحصل. انا كنت بشوف انفجارات من الطاقه بتحصل قدامي. يعني فور اكزامبل التيم اللي كان بيزور استاذ دكتور فؤاد زامل اللي هو رئيس تخصص البلفس في القصر العيني، فالطلبه كانوا بيجوا اولموست ويكلي وساعات افري 2 ويكس. ودكتور مصطفى مثلا شبل كان بيبقى اللي هو المشرف عليهم، ودكتور حد من الناس العلامات برضو في كليه حسابات بيرسونلي بيجي وبيقعد فانا هم اتعلموا بتوع طلبه حاسبات اتعلموا pelvis fracture اكتر بكتير ما انت يا مصطفى تعرف عن pelvis fracture او اي طالب في طب يعرف على فكره. كان هم بيعملوا ليبل. ايوه، هم اتعلموا ان في مثلا 18 لاين وبيتقطع بالطريقه الفلانيه، وما عرفوش يبدعوا في الاي اي غير لما فهموا شويه. عشان الاي اي بقى فيه برضه مش بس ارمي داتا وتطلع لك في الاخر انالايز، لازم انت تفكر هاو تو ابروتش ات وهتقطعها ازاي، حاجه اللي اسمها السيجمنتيشن والكلاسيفيكيشن والليبلنج وهكذا. وهم في نفس الوقت اخذوا كورس اي اي سريع برضه. يعني البريدجنج كان من الناحيتين، يعني شرحوا لهم دكاتره الحاسبات شرحوا لهم برضه شويه اي اي. فالفكره كلها ان انت الاوبورتونيتي كبيره جدا ان الناس دي تتعاون وتطلع حاجات. جربناها. يعني انا بيرسونالي اشرفت على 12 مشروع السنه اللي فاتت في كليه حاسبات من اصل يعني 60 كان، يعني كنت معايا حوالي 60 طالب من اصل 200 طالب من قسم اي اي، كلهم في مشاريع يا اما ميديكال يا اما ليها علاقه بالاديوكيشن. فانا حسيت انفجارات الطاقه اللي موجوده والبوتنشال اللي موجوده. فاحنا بنتمنى ان احنا يعني السنه دي الناس دي وغيرهم اللي حسينا ان هو ممكن يبقى حتى ما كنتش مشرف عليهم ما اعرفهمش اتعرفت عليهم اليومين دول. ف عايزين نحب ان احنا نتقابل بس مش بودكاست، يعني دقيقتين السنه الجايه خلاص نحكي يعني نشوف التجربه دي. ان احنا هدفنا ان الناس دي تكمل، لما اقابلك السنه الجايه تبقى الناس دي مكمله، ما ترميش مشروعها في الزباله، تبقى بتوصله للنور، يبقى بتوصله للريل يوزرز وهكذا. وفي مشاريع يعني اغلبيتهم ليهم بوتنشال ان هم يعملوا كده. جميل قوي. ممكن حضرتك تقول لي مشاريع من المشاريع دي ابهرت حضرتك، او يعني عملوا موديل جديد، عملوا انوفيشن مختلف خالص، يعني مشروع لا تنساه او مشروع متوقع هظلمهم لان هم كلهم كانوا ممتازين. بس هدي لك اكزامبل مثلا التيم اللي كان عامل الكولونوسكو، يعني كان في تيم استاذ دكتور احمد المزني
استاذ جهاز هضمي. فقال لي انا لسه راجع من مؤتمر، شفت ان هم بيعملوا ليبلنج للبوليبس بشكل معين، وكان يعني فده بقى في تيم تبنى الموضوع ده وعملوا اكيرسي اعلى من اللي موجوده في البيبرز المنشوره. فهم دلوقتي بس المفروض بقى المشرفه عليهم دكتوره اسماء احمد وصتهم ان هم لازم ننشر، يعني لازم ننشر الفايندنجز دي. فده اكزامبل بسيط. وبرده الناس اللي هم كانوا شغالين على الام ار اي برين برضه وصلوا الاكيرسي في الدايجنوزس، رغم ان هم الداتا سيت بتاعتهم ما كانتش كبيره، كانت اوبن سورس، بس وصلوا الاكيرسي حلوه جدا. ما بالك بقى لو اديناهم مور داتا وادابتد وفاين تيون زي ما كنا بنتكلم. طبعا غير في تيم اللي هو اشتغل على اي اي كومبايليشن اوف فيديوز وتقطيعها، وانها تقطعها اوتوماتيكلي. يعني تخش على يوتيوب تدور على فيديوهات، تاخد من كل فيديو الثانيه اللي مناسبه 5 ثواني دول 3 ثواني دول، وتحولها مع بعض الفيديو واحد وتحط جنبيها كرتون بيناريت مثلا. فدول برضو اتشيفد ريزلتس حلوه جدا. الناس اللي اشتغل على السيمتوم انالايزر والاي اي دايجنوزر اللي هو بياخد كل حاجه مش بس السيمتومز، برضو عملوا بروتوتايبس ووصلوا لاكيرسيز بالنسبه للوقت المتاح يعني كويسه جدا، نعرف نبني عليها. فاحنا دلوقتي يعني في مرحله ان احنا يعني نرتب اوراقنا، نشوف الناس دي وصلوا لفين، هنكمل معاهم ازاي. واوريدي معانا كذا تيم على فكره من الدفعه الجديده بالذات الحاجات الاستراتيجيك المهمه، بقى في تيمز اوريدي بتادابت ده. جميل قوي. ممكن حضرتك تقول لي ايه اي استخدامه في العمليات الجراحيه او في تخصص الجراحه بشكل عام؟ عشان واحد دلوقتي يقول لك بس انا هبعد عن البطنه والراديولوجي، انا خليني في الجراحه. فهو في هيتاخر يعني الاي اي في الجراحه هيتاخر شويه. اول حاجه هيطير هي الحاجات الفيجوال للراديولوجي. فالراديولوجيست هيبقى دوره ان هو يبقى ريسيرشر، يعني مش هتفقد الراديولوجيست، هيفضل فتره محتاج محتاج مراجعته، لان انت ما تقدرش تطلع ريبورت اي اي على طول، لازم فيريفيكيشن من الدكتور ومسؤوليته ان هو يمضي على الريبورت. بس هيلاقي نفسه وقته بقى عنده مور تايم. حتى مؤتمر الراديولوجي اللي جاي اصلا عنوانه اي اي اصلا، يعني هو المحاضرات والثيم كله حوالين الاي اي، which means ان هم ادركوا ان هو ده خلاص هم بعد كده مش هيبقى دورهم ان هو يعمل رساله على كلاسيفيكيشن سيستم الجديد مش عارف ايه بطريقه معينه لقراءه الاشعه. هيبقى هو رسايله انوفيشن في الهيدن باترنز اللي جوه الاشعه، وده لسه قدامه كتير على ما نوصل للبيك بتاعه. فهتلاقي دكاتره الاشعه المفروض يشفت ان هم يدرسوا مور اي اي عشان يعرفوا يعملوا حاجات انوفيتيف في الديتكشن اوف هيدن باترنز والاكيرسي. ولكن هو يعني من اول الحاجات اللي تنبأوا ان هو يعني حتى جيفري هينتون ده واحد من الجوت بيسموه يعني اباء للاي اي، كان بيتنبأ ان خلال 5 سنين الراديولوجيست هيختفوا تماما. طبعا 5 سنين عدوا ما اختفوش، بس هو كان البريدكشن بتاعته ان الاكيرسي هتوصل عاليه، وده كان صح. الحته بقى انا هسألك انت بقى، تفتكر مين اللي هيتعاطف اكتر مع العيان؟ يعني لما العيان يقعد يحكي لك، خلاص العيان جاي لك يا مصطفى هو في عيادتك هيحكي لك انه وجع في بطني ودكتور بقى 10 سنين، خلاص تفتكر هيحس ان انت متعاطف معاه اكتر، ولا هيحس ان الروبوت او الاي اي تشات بوت متعاطفه معاه اكتر؟ هو طبعا الاي اي عشان هيعرف يمثل ده يعني ما هي لو الاجابه انا هتعاطف معاه ما كنتش حضرتك سالتني السؤال ده. بس هو يعني تقريبا ممكن هو يعني يحط الفيلينج او يحط السيمباثي دي ان هي كانها فانكشناليتي، فهو ممكن يعملها احسن من يعني ننقي الكلمات اللي ليها اكثر تاثيرا ممكن انا اكون ما اعرفهاش. بيتهيألي ان انا لو سالت السؤال ده في كذا محاضره، يعني هتلاقي انقسام في القاعه، وهتلاقي اغلبيه الناس بيقول لك ان الانسان طبعا هيتعاطف مع العيان اكتر، لان انت لما تبقى عارف انت عارف ان انت اللي قدامك ده انسان، فانت عارف ان هو عنده مشاعر وعنده حاجات هرمونز وسيروتونين ومشاعر ونيورو ترانسميترز اوف بين ونيورو ترانسميترز. في حاجه اصلا في مخ الانسان اسمها الميرور نيورون. الميرور نيورونز دول لما انا اشوف واحد اتعور انا بحس كاني اتوجعت نوعا ما. لما احس حد زعلان انا بحس ان انا حاسس بيه. فدي الحته اللي الاي اي لا يمكن هيعرف يقلدها، ان انت تبقى عارف ان اللي قدامك حاسس بيك مش محللك، مش عمل لك اناليسيس ومطلع ريبورت حلوه قوي، بس هو في الاخر هو
ما حسش بالبين. انت بتقول له جا مثلا جيت تقعد مثلا فاتكعبلت خلاص انت نفسك كدكتور ممكن تحس ان انت ركبتك بتوجعك يعني او سيميوليتد. فالحته دي الاي اي مش هيعرف ابدا، يعني دي الحته اللي which can't be replaced، ان الانسان يشتكي الانسان زيه مش مكنه. ففي الحته دي الاي اي مش هيعرف، مش هتعرف تشيل يعني يفضل الانسان موجود يسمع شكوى، يفضل الانسان موجود يسمع شكوى الانسان اللي زيه خلاص. بس المفاجاه بقى ان في ستادي كانت بتقارن الشات بوت، الاي اي تشات بوت، بانسان بيرد. فهنا انت هنا unbiased، انت ما تعرفش اللي بيرد عليك ده شات بوت ولا انسان خلاص. فهم طلعوا العيانين اللي شاركوا في البحث ده، طلعوا مين تفتكر ان هو more empathic، اللي مديك more empathy، more احساس ان هو بيتفاعل معاك. معقوله الشات بوت؟ فهنا الشات بوتس تفوقوا لان هو اولا رايق، الدكتور ده مش مودي. مطحون ومزنوق وراه شيفت وراه فانت فبيرد عليك ساعات على قد السؤال، وبعدين مش حريف مش دارس احسن طريقه ان انا اتعاطف فيها مع اللي قدامي، فبالتالي ممكن يقول كلمات جافه او ما فيهاش. انما الاي اي تشات بوت هو انت مديله برومبت حريف. بيقول له دلع الزبون. انا مديله الكتب. فهو هيقدر يسيميوليت كلمات تريحك. بس هو البحث ده ما درسش بقى لما يبقى انت قدامك انسان وقدامك روبوت. فدي الحته اللي هي ايه بتطمن الدكاتره شويه، يعني ان هو انا كطالب طب جميل، كلام جميل، اعمل ايه بقى؟ استخدم، انا عندي شات جي بي تي وبستخدمه وبجربه كل حاجه، اعمل ايه كطالب طب؟ او استخدم الاي اي ازاي او اواكب الاي اي ازاي، وخصوصا في الصيف وانا فاضي وعاجبني الكلام الجميل اللي انا سامعه ده، حاسس نفسي فيه كده، اعمل ايه؟ تمام. اولا انت في طلبه الطب دلوقتي انت ما تعرفش بعد 10 سنين الطب هيبقى عامل ازاي، وانت بس انت متاكد ان الاي اي هيكون اكتر. وفي احد المقولات الحلوه اللي ناس كتيره بتقولها ان هو maybe AI will not replace humans بس humans using AI will replace humans not using AI. فانت النهارده لو انت مش دكتور، الاي اي دي اعتبرها نص الطب، نص، مش هقول لك ماده انت بتدرس اناتومي فيزيولوجي لا، انت محتاج تدرس اي اي على ان خلينا نقول اتليست انها ماده ليها نفس وزن الاناتومي، خلاص ليها نفس وزن البطنه. فانت محتاج تذاكر، يعني نصيحتي لكل طلاب طب ذاكر في الصيف اي اي كانك طالب في حاسبات، يعني ابدا زي ما هما بيبداوا، واخد بالك ازاي؟ انت ممكن يعني فور اكزامبل في كورس من المشهور على ستانفورد، ابقى ممكن لو حابب حط اللينك يعني تحط له لينك كومنت ولا حاجه، سبيشاليزيشن على الاي اي ان هيلث. والميزه في الكورس ده ان هو عامله يعني معتمد من جامعه ستانفورد، ممكن تخش تعمل فري، ممكن تتفرج على كل الكونتنت فري اصلا، بس لو هتاخد شهاده هتحتاج تدفع، او ممكن تعمل حاجه كده برضو تيبس اند تريكس حطها في الكومنت. للنيردز اللي موجودين. انت ممكن تخلص الكورس كله وبعدين تنرول في الفري ترايل اللي 7 ايام، فانت في ال7 ايام تخش تحل كل الامتحانات، فممكن تاخد الشهادات. اعتقد يعني انا مش متاكد ان ده هينفع، بس اي ثينك انا عملتها في اذر كورسز على كورسيرا، تقدر ان انت تاخد الكورس فور فري او تابلاي حاجه اسمها فاينانشال ايد. فالميزه في الكورس ده ليه بنصح بيه دايما الناس، لان هو مش بيدخلك في الديب ماثماتكس، رغم انه بيديك ادفانسد كونسبتس. يعني مش بيقول لك مثلا لان انت المفروض لو هتدرس اي اي عدل لازم تدرس البيزكس بتاعت الماث لحد ما توصل لحاجه اسمها المالتي فاريبل كالكولس، التفاضل والتكامل اللي هو بمالتيبل فاريبلز. فانا لما رحت عملت الماجستير في امريكا كانوا مضطرين كجزء من الكورس عشان بندرس ايكونومكس، فانت بتدرس كالكولس، وانا اخدت الكورس اللي اسمه مالتي فاريبل كالكولس ده سمستر كامل بعد ما خلصت الماجستير اصلا. فهو يعني ده انا انصح برضو انك تعمل كده، بس الصيف الجاي، يعني انت الصيف الاولاني ده ذاكر اي اي، ذاكر الاي اي اللي هو مش محتاج ماثماتكس، عشان تتاكد انت بتحب قد ايه، يعني حابب قد ايه تغرس. خلاص لو لقيت نفسك مبسوط قوي 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 قوي، يبقى اول حاجه تعملها هتذاكر ماثماتكس تاني، ومش كالكولس العادي، مالتي فاريبل كالكولس، وهتدرس حاجه اسمها لينير الجبرا اللي هو الماتريكس. كان في حاجه اسمها ماتريكس اللي هي بتبقى زي ارقام كتيره كده فوق بعض، ممكن تبقى كولم او ممكن بتبقى مربع،
فهتضطر تدرس الايه المالتي فيريبل كالكولس بالفيكتورز. هتلاقي لا في ناس كتيره في طب يعني بيحبوا الماثماتكس ودخلوا طب هو بالغلط. اصلا في ناس داخله طب من علم رياضه، اللي هو في الناس ناس كتيره يعني دخلت استخسار او تحت ضغط الاهل، او في فرصه اهو انك او كان حابب الاثنين، يعني مش تحت ضغط ولا حاجه، بس كان حابب الاثنين. فانت بعد ما تدرس الحاجات دي بقى، اما تيجي تدرس بقى الاي اي ان ديبث، هتفهمه بقى، تفهم الايكويشنز نفسها اللي بتحكم الاي اي من جوه. فده لا، ما انصحكش تبدا بده immediately. فالنص الاولاني من الصيف خد الحاجات اللي هي تحسسك بالتطبيقات بتاعته. بعد كده بقى ممكن بس ما تفوتش، يعني انا رايي في الزمن اللي انت فيه ده ما تفوتش الصيف من غير ما تكون درست شويه اي اي. ولو تقدر تخش في ريسيرش بروجكتس، او تقدر ان انت تخش يعني في مبادرات فيها تطبيق مش بس دراسه يعني. وده كتير بقى، وده برضو يعني متاح. باذن الله. برضو في حاجه قريبه باذن الله نقدر يعني ان احنا ان هم الطلبه يقدروا يشاركوا فيها يعني باذن الله. فممكن يبقى نجمع جروب او حاجه يعني ان هو يقدروا ان هم يجوين لو حد انترست في المجال ده. بالظبط. يعني انت فور اكزامبل طالب الطب ممكن يكون مش متوقع ان هو ممكن يعرف يطبق اي اي موديل يقرا اشعاعات مثلا. لا، ده في منتهى السهوله. في حاجات، في كورس انت ممكن تاخدها في 4 ساعات مثلا وتعرف تطبق بنفسك. وفي مواقع مش محتاجه اي باك جراوند خالص، انت بتخش تحط النورمال والابنورمال وتقول له يلا اتصرف، يقوم يطلع لك الموديل ده يعني سوفت وير بروجرام تاخده بعد كده تقدر تطبقه في اي حته. فاحنا دي من ضمن الحاجات اللي اتمنى ان احنا يعني نعملها مع بعض باذن الله. واللي احنا بنجهز لها دلوقتي، ان احنا برضو نحاول ان احنا يعني اكبر عدد ممكن من طلاب الطب يخشوا فيها ويجربوا. لان هي برضو احنا حاليا بنبني نتوركس وبارتنرشيبس تسمح بان الحاجات دي لما تجهز تتطبق. يعني احنا اتفقنا مع قسم الاشعه في قصر عيني مبدئيا في المؤتمر بتاعهم ان هم هيتبنوا مسابقه ما بين مجموعه من الانترنز، الناس اللي هيبقوا ياخدوا معانا زي افيليشن بشركه، ويكونوا جوه الشركه دي بياخدوا شويه اونلاين كورسز، وبياخدوا اشعاعات سواء اوبن سورس او من بارتنرز، وبيطلعوا مودلز. فالفكره اللي هيخش معانا في بروجرام زي ده، هو قبل ما شهر 9 يخلص هيبقى هو عمل بايده اي اي موديل يقدر يطبقه مع ريل بيشنتس. جميل قوي. من خلال برضو المشروع اللي انا قلت لك عليه اللي هو اسمه قصري، اللي هو مشروع بحثي تابع القصر العيني، تحت يعني من ضمن الانوفيشنز الاداريه اللي عملوها في القصر العيني بصراحه. يعني ان هم سمحوا يعني من خلاله شجعوا الناس انها تتعاون وتعمل حاجات بحثيه. فاحنا اوريدي واخدين الضوء الاخضر ان احنا نطبق الاي اي في كل الاقسام الكلينيكيه والاكاديميه. يعني ان انت تعمل كلينيكال ديسيجن سبورت. التيمز اللي احنا فيها حاليا بتبني الجوريزمز فلو تشارت لكل تخصصات الطب، وهيتطبق معاهم المفروض سيمتوم اناليسيس في كل تخصصات الطب خلاص. وهيتطبق اي اي مودلز في الراديولوجي غالبا. الحته دي بس لسه يعني بنشوف هتمشي ازاي، بس احتمال كبير يتطبق برضه راديولوجي مودلز في كل تخصصات الطب. فدي كلها معناها كام ريسيرش بروجكت بالهبل، كام بيبر ممكن تتنشر. يعني عشان كده بقول لك ان الاوبورتيونيتي اليومين دول كبيره جدا للطلبه. حد عايز يخش يبقى شريك في بيبر وينزل اسمه فيها، ودي بتبقى مهمه في السفر. فده برضو دلوقتي يعني ايه، الباب مفتوح. الفرصه جايه بس خليك انت مستعد بس وجاهز ليها يعني. بالظبط. جميل قوي. حابب اعرف يا دكتور اكتر عن يشفي بقى والاي اي في الاديوكيشن. مش يشفي، سوري، ثوترون. يعني الاي اي انديكيشن بتعمل ايه ثوترون بالظبط وايه استخداماتها؟ هو مبدئيا الاي اي ان اديوكيشن من الحاجات برضو اللي فيها ثورات كبيره، وفي عدد البيبرز اللي بتتنشر لو انت بصيت على الكيرف عامل كده اكسبوننشال جروث في عدد البيبرز اللي فيها كلمه كيوردز ميديكال اديوكيشن واي اي. ف يعني بغض النظر عن الاكزامبلز يعني، بس الاكزامبلز كتير قوي للاديوكيشن. انت ممكن تجنريت كل حاجه اصلا، ممكن تجنريت فيديوز، ممكن تجنريت صور، ممكن تجنريت educational content، ممكن تكوليت او تجمع different مالتي ميديا كونتنت، والاي اي اوتوماتيكلي يجمعه لك ويعمل له لك برزنتيشن، سواء بالحاجات الكلاسيك او اللي احنا بنحاول بقى نشتغل عليه دلوقتي الحاجات اللي هي نوت كلاسيك، اللي هو بيجمع بشكل غير تقليدي شويه، بيحط معاه افاتار وحاجات زي كده. فدي الحته اللي احنا مركزين عليها في ثوترون دلوقتي بالشراكه برضو مع الجامعات ومع الطلبه وكده. الحاجه اللي برضو طبعا فيلد تاني خالص هو ان الاي اي يساعدك بقى في ان انت تجنريت كويستشنز
دي بقى الحته اللي انا عارف ان انت برضه انترستد فيها، وان انت يصحح لك الامتحانات ويشوف لك يدور لك على البلاجيريزم، الطلبه اللي بتحل الاسئله عن طريق شات جي بي تي. طبعا المجالات في الاديوكيشن يعني لا كتيره، مش عايزين مش عايز اطول عليكم يعني، بس هي طبعا كبيره جدا. بس هي ممكن تستبدل يا دكتور الدكتور او المدرس يعني. حاسس ان الخطوه اللي جايه بعد كده ان انا ادي الاي اي توبيك معين والسب تايتلز اللي تحته واقول له بقى اشرح لي لحد دلوقتي لسه برضو الدكتور بيعرف يقول نكت مختلفة، بيعرف يديك انسايتس، بيحسسك ان هو معاك. فبرضو ما افتكرش ان لسه في الوقت الحالي هيبقى توتالي ريبليست، بس هو ممكن دوره يشفت ان هو يدي لك كونتنت انت تعيش حياتك مع نفسه، يبقى تفصل عليك وفيديوهات ويبقى زي الريكومنديشن سيستمز. يعني يوتيوب بيديك انت الفيديوهات اللي انت بتحبها، اللي انت مش عارف ان انت بتحبها، هو يعرف عنك اكتر ما انت تعرف عن نفسك. فيبدا هو يدي لك educational content curated وكاستمايزد عليك بفيديوهات تعجبك ب 3 دي بتاعك انت. لا انت مش من نوع 3 دي، انت من نوع اوديو اكتر، انت من نوع مش عارف ايه، فيظبطك. بعد كده بقى التيوتر يبقى دوره ان هو ايه، يلم بقى الغله ويديك بقى يعني انسايتس، تساله بقى يعني بقى اكتر التو واي انتراكشن اللي هو اللي انت واثق ان هو الدكتور هيبقى شاطر فيها. وان كان حتى التو واي انتراكشن ده برضه الاي اي واحده واحده يبقى شاطر فيه. فالاديوكيشن طبعا ممكن الريبليسمنت فيه تبقى اسرع من الدكاتره شويه. انا مش هطول على حضرتك، هم اخر سؤالين يعني بس. هو زمان كانوا بيقولوا لنا ما تستخدمش الاله الحاسبه عشان تعود دماغك ان هي تشتغل وتقدر ان هي مور برودكتيف. دلوقتي الاي اي بيستخدم كتير قوي في التعليم اوفر، يعني يعتبر هو بيعمل معظم التاسكات، بيجاوب معظم الواجب، بيعمل كده. فهو ممكن يؤدي لحته تعفن الدماغ، او ممكن يقلل حته الكرياتيفيتي والكريتيكال ثينكينج. خلاص بقى انا هفكر ليه، انا هحاول ليه، ما الاي اي بيعمل كل حاجه وبيعملها كويس. ايوه. فرايح هو كيف هو في تايتل كانوا بيستخدموه اللي هو الارتفيشال لاك اوف انتليجنس، اللي هو اللي انت زي ما انت لما تعتمد على الجي بي اس مثلا، فتلاقي نفسك بطلت تحفظ الشوارع والطرق. فهو في ستادي برضه ريسنتلي خبطت فيها بتتكلم عن الحكايه دي. فقال لك اللي بيستخدم الاي اي بشكل باسيف، يعني ياخد السؤال من هوم ورك يقوم حاطه في شات جي بي تي، يطلع له اجابه، يقوم مرجعها، طبعا هيفقد تريننج وانتليجنس، والانتليجنس بتاعته هتنزل. بس مين اللي الانتليجنس بتاعته بتعلى؟ اللي بيستخدم ياخد المشكله يحطها في الاي اي، وبعدين يستخدم مالتيبل اي اي تولز ويعمل كرييتيف كومباينيشنز ما بينها، ويحط التاتش الكرييتيف بتاعه والانسايتس بتاعته، وبعد كده يببلش. فده لقوا ان هو الانتليجنس بتاعتهم بتزيد. فانت في الاخر هو سلاح ذو حدين، هتقتل بيه او هتقطع بيه لحمه. يعني ممكن هو يبقى مضر او نافع حسب طريقه انت استخدامك ليه. اذا كنت انت بتستخدمه بلا ضمير فطبعا ايه هتفقد. اذا كنت انت مثلا في ريسيرش بيبر، طبعا الريسيرش تولز اللي في الاي اي دلوقتي بقت خطيره. انت بتخش يكتب لك ممكن يكتب لك البروتوكول البحث كله بالابستراكت بالميثودز بكل حاجه. خلاص يعني يكتب لك البيبر ويلخص لك وكبر لي صغر لي عربي مش عارف ايه كي ووردز، يعمل لك كل حاجه. بس هي الفكره ان انت لو انت استخدمته كده بلا ضمير، يبقى هتفقد قدرات، وهتتلقط كمان في البلاجيريزم ديتكتورز. بس لو انت استخدمته ان هو يكتب لك، تقول له يكتب لك، وبعد ما كتب لك تعتبر ان دي واحده من البيبرز اللي انت قريتها، عشان بعد كده تكتب انت حاجه تانية بالتاتش بتاعك، فساعتها انت هتستفيد. يعني الريسيرش دلوقتي الاي اي ريسيرش بدا ممكن يديك جداول اصلا. ممكن تقول له مثلا قارن لي بين كل في حاجه اسمها ساي سبيس، برضه نبقى نحط اللينك، وانصح كل الناس اللي بتشتغل في الريسيرش لازم تروح تعدي عليه. انت ممكن تقول له لو سمحت اعمل لي تيبل، انت هو بيجيب لك كل البيبرز اللي ليها علاقه بالريسيرش توبيك. مثلا انت قلت اي اي وعلاقته بان انا افقد الانتليجنس بتاعي مثلا كريسيرش توبيك، هيجيب لك بيبرز كتير ويقول لك البيبر دي ليها علاقه بموضوعك من ناحيه، يربط لك، يعني بيديك كومنت على افري سنجل بيبر بلينكاتها. ممكن تخش على البيبر، فانت لو انت خدت الكلام زي ما هو، غير لو انت دخلت بيبر ودورت جوه وبعدين ظبطت وانت بس. هو ممكن يقول لك مثلا ايه، طب قارن لي ممكن تقول له مثلا قارن لي عدد العيانين في كل بحث. لو انا لو انا بقارن سيمتوم انالايزرز مثلا، البحث ده استخدم كام بيشنت، او استخدم ريل بيشنتس ولا فيرتشوال بيشنتس. فممكن يريحك في لو انت عايز تكستراكت حاجات كتيره
ومقرفه. انت ممكن لو انت هتقرا بقى 40 بيبر هتتعب جدا عشان تطلع، انت بتقراهم عشان تطلع معلومات صغيره. فهو 100 هنا ناس. وممكن تبقى السيرش ما ينفعكش لان انت في اعاده صياغه، يعني بيبقى ممكن المعلومه اللي انت عايزها موجوده بس الكيورد مش موجوده. فهمت حضرتك. لو حضرتك رجع بيك الزمن او كان حد قال لحضرتك نصيحة او حبيت تدي النصيحة للناس الفترة دي و يعني يواكبوا عصر الاي اي والتغيرات الكتير دي في وقت قليل، ايه المهارة او ايه الحاجة اللي تنصح بيها الناس يعني؟ طبعا هيبقى اهم حاجه الكريتيكال ثينكينج. يعني انت الشيفت اللي بيحصل دلوقتي في اللي بيسموه بقى الاندستريال ريفولوشن، مش فاكر قالوا 4.0 ولا كام، ان انت دلوقتي في ثوره صناعيه. فالسكيلز بتاعت البني ادمين المفروض انها بتشفت من الحفظ وان انا اعرف معلومات كتير الى ان انا اعرف البروبلم سولفينج سكيلز بتاعتي تتحسن. وعشان تعمل كده محتاج ان انت تبقى بتحتك او بتعرض نفسك لانواع مختلفه من العلم. يعني مش طب بس، محتاج تدرس شويه اي اي، تدرس شويه بزنس، تدرس شويه ماركتنج، تدرس شويه يعني سيكولوجيه الانسان والعيان وهكذا. يعني تحاول انت تنوع مداركك، تشتغل في تيم بحثي او في تيم اي حاجه، اي نوع تيم، فتطور مهاراتك السوشيال. انت محتاج تنوع من انواع مهاراتك. ده اول حاجه. تاني حاجه محتاج ان انت تسال نفسك اسئله وجوديه. يعني فور اكزامبل دلوقتي انا عايز اكسب فلوس عشان اعيش، ولا انا عايز اعيش عشان اكسب فلوس؟ يعني في اسئله زي او يعني مثلا هل انا اكل لاعيش ولا اعيش لاكل؟ هل انا اعمل، يعني برضه بمعنى تاني، هل انا بقى يعني لما اجي اشتغل دكتور انا بشتغل دكتور عشان اجيب فلوس، ولا انا عايز اشتغل دكتور حتى لو ما ادونيش فلوس بس عشان انا اعرف اشتغل دكتور لازم اعرف اعيش، وعشان اعرف اعيش لازم يكون عندي فلوس. It's totally different، مع ان الاثنين هيشتغلوا دكتور وهيعيش وهياخد فلوس. بس هي الفكره هي فكره purpose. يعني انت لازم تسال نفسك انا اهدافي ايه في الحياه. خلاص، والسؤال ده انا بوجهه لجميع اللي سامعيننا، تمام؟ عشان يعني فيك اكسرسايز كده ذهني انت ممكن تعمله مع نفسك. لو انت عندك الفلوس اللي عند ايلون ماسك، اغنى واحد في العالم أيوة. دلوقتي، معاه حوالي 400 بليون دولار. لو انت معاك في البنك دلوقتي جبتك انت، وانا هسالك السؤال ده لايف دلوقتي عشان يبقى اكزامبل برضه للمتفرجين، مش عمال تسالني، مش هعمل بودكاست. اسالك. خلاص دلوقتي يا مصطفى جاء حد ثري انت ما تعرفوش، راح حطيت لك 400 بليون دولار في البنك اكاونت بتاعك، تمام؟ وبعدين قال لك بس بشرط انت ممكن تصرف زي ما انت عايز، بس مش بس همنعك من ان انت تبقى انفستر. يعني مش هينفع تبقى انفستر بنفسك، انا هجيب لك اشطر انفستمنت فيرم والمانج يور انفستمنت، واشطر جمعيه مسؤوله عن التبرعات تمانج يور تشاريتي. انت كل اللي هتقوله اول الشهر رقم، انا عايز انفست كام في المية من الفلوس اللي متبقيه، وعايز اتبرع بكام في المية من الفلوس اللي متبقيه. فانت عندك بقيه الشهر ايه؟ فاضي، خلاص فاضي خالص، تمام؟ هتعمل ايه في وقتك؟ هي دي الحاجة اللي المفروض الواحد يكمل فيها حياته. انت لازم تفكر دلوقتي، لو انا معايا الفلوس دي في البنك، انا عايزك انت يا مصطفى تفكر في السؤال ده دلوقتي. انا عندي الإجابة، لايف، عندي الإجابة. خلاص انت كده مش قلقان على الصرف، تقدر تصرف، تجيب يخت، تجيب جزيره في اي حته في العالم، واخد بالك؟ خلاص يعني تجيب عربيات زي ما انت عايز، مفيش مشكله، اصرف. يعني ما عندكش اي مشكله في ان انت تصرف، وما عندكش مشكله ان انت محتاج تمانج الماني. الماني برضو بيردن في المانجمنت بتاعته، لا مش موجوده. فاضل لك وقت بقى كتير لحد ما تقابل ربنا، لحد ما تموت. معاك مثلا دلوقتي expectation average of 40 years 50 70 يعني، لو انت اللايف اكسبكتنسي في مصر حوالي 75 افريج، انت عندك 20 كام؟ 20 دلوقتي، 23. يعني ماشي، الله اعلم طبعا كلنا هنعيش قد ايه، بس قول ان انت معاك 50 سنه، هتعمل ايه في وقتك؟ هي دي الحاجة المفروض الواحد يكمل فيها حياته. ومحتاج قبل ما تجاوب السؤال ده يعني تراجع بقى تراجع اسئله وجوديه برضو كتيره في حياتك. حاول تجاوب على السؤال ده بقى يا اخ مصطفى.
باذن الله حلقه تانية بقى. لا دلوقتي معاك دي 1 minute. انا بالنسبه لي عارف الاجابه، يعني هو طبعا يعني بالتجربه بالواقع اللي عشته في اكتر من موقف. يعني انا بالنسبه لي كان الامباكت زي ما حضرتك قلت فعلا ممكن يبقى ليه لذة كده، هي لذة مستمرة شوية أكتر من حاجات بسيطة. يعني حاجة بسيطة زي البودكاست، يعني أنا حابب معلش أدي الإكزامبل ده بس. المايكات والمعدات دي هي تمن كبير وكبير عليا. وانا بجيبهم ما كانش هدفي بيزنس، او ما كنتش عارف ان احنا هنوصل الحمد لله 4.8 مليون فيوز، وما كنتش حاطط كل الاكسبكتيشن دي. انا كنت عاوز اسيب امباكت، او دايما الكلمه اللي حابب ان انا اقولها يعني اريد شيبنج الاديوكيشن بشكل عام يعني. وشايف ان في يعني في مجالات كتير قوي في النقطه دي، يعني الواحد يقدر ان هو يستثمر فيها. انا من زمان كنت عاوز اتواصل مع وزير التربيه والتعليم واعمل قسم كده في وزاره التربيه والتعليم. بقول هو ازاي الناس الكبيره دي بتفكر بدماغنا احنا؟ لا، او المفروض حد يبقى في الوزاره او حد يبقى في الجزء التعليم ده يفكر بدماغ الطلبه، يفكر. ودي جت منها الستارت ابس والحاجات اللي احنا عملناها، يعني فكره الجيميفيكيشن وفكره ازاي الطالب يبقى موتيفيتد والسوشياليزيشن والحاجات دي كلها. ايه الطالب محتاجه، او زي ما حضرتك قلت كده، او دايما اللي احنا بنستخدمها في البروبوزال بتاعنا بريدج جاب بتوين البروفيشنالز او الدكتورز او الدكاتره بتوعنا يعني والستودنت، او ايه الستودنت نيد فعلا يعني. فاتمنى يعني ان نوصل للتارجت ده، وطول ما في ناس زي دكتور الحقيقه يعني زي حضرتك يعني هدفهم الاساسي هو الامباكت، باذن الله نقدر نوصل لده يعني. وان شاء الله يبقى باي كومباينيشن او كولابوريشن يعني. انا سعيد يا دكتور بالمعرفه دي وبالبودكاست ده. احنا بدأنا كتير قوي بنحاول نسجله يعني، والحمد لله كانت حلقه جميله. ربنا يخليك، بس انا مش عايز اخلص دلوقتي. لان هو اخر سؤال ده انا يمكن يكون الافضل انك تحطه حتى في اول البودكاست، لان هو ده اهم سؤال الانسان لازم يساله لنفسه ويساله كل شويه. يعني هل انا لو اتحطيت في الظروف دي بتاعت البنك اكاونت سيناريو ده، هل كنت هعمل نفس الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي؟ يعني انا لما بسال نفس السؤال ده، يعني هقول لك ان غالبا كنت هعمل نفس الحاجات. يعني لان دي الحاجات اللي هي يعني عشان تجاوب على السؤال ده محتاج تسال سؤال تاني، اللي هو ايه؟ في 3 دوائر انت محتاج تفكر فيهم. دايره العالم محتاج ايه، يعني العالم فعلا محتاج ايه، او ايه الفاليو اللي ممكن العالم يكون بيحتاجه. دايره تانية اسمها انا ممكن اعمل ايه، الابيليتيز بتاعتي ايه. دايره ثالثه اسمها انا بحب اعمل ايه. ان هما 3 دوائر. السويت سبوت هي الحته اللي هي اوفرلابنج الثلاثه، اللي هو انا بحب اعمل ايه قوي، وفي نفس الوقت الحاجه اللي انا بحب اعملها دي هي انا بعرف اعملها. يعني هو أنا في حاجات كتير انا بعرف اعملها بس ما بحبش، بعرف اعملها كويس ممكن احسن من ناس تانية كتير، بس ما بحبش، مش بستمتع خلاص. وبعدين الحاجه الثالثه اللي هي ايه، اللي انا عملته ده قد ايه له امباكت على الكون. فانت محتاج لو عندك حاجات كتيره بتعمل امباكت على الكون، لا انا بحب اعمل ايه منهم، ممكن يبقوا كتير برضو، لا انا بس انا موهوب في ايه بقى فيهم. فدي اللي انت يعني ده اللي انت برضو كطالب، يعني اي طالب دلوقتي بيسمعنا واي حد دكتور امتياز دلوقتي بيسمعنا المفروض يفكر في دول، في الثلاثه دول. هتقول لي طب انا هعرف منين؟ هقول لك مثلا السكيلز، يبقى انت محتاج تعرض نفسك لحاجات كتيره، يمكن واحده تلدع معاك صح. ان هي دي اللي انا عايزها. طب الحته بتاعت انا بحب اعمل ايه، برضو نفس الحاجه، جرب حاجات كتيره وجرب حاجات مختلفه. يعني انت يعني اللي عمره في حياته ما تطوع في حاجه يعني عمره في حياته ما اسس مثلا فكره تطوعيه وادارها، محتاج تعمل كده. اللي عمره في حياته ما درس بيزنس محتاج يجرب. لان انت ممكن تعيش طول حياتك ما كنتش عارف ان انت، يعني انا كان ممكن اعيش طول حياتي ما اعرفش ان انا اللي بستمتع بيه هي الكواليتي امبروفمنت بانواعها بقى، سواء كانت بالتكنولوجيا او بدون. الحاجات اللي ليها سوشيال امباكت مثلا كنت ممكن ما اعرفش ان ده الباشن الحته اللي انا ام باشنت اباوت. طبعا انت ممكن هتقول لي ما انا ما عنديش سكيل، اغلبيه السكيلز ممكن تكتسب. فانت محتاج تعرف الباشن بتاعك فين، محتاج تعرف انت موهوب فين، محتاج تعرف العالم محتاج ايه.
لو انت وصلت للثلاثه دول وعرفت ان الحته دي هي تبقى دي اللي انت بتشتغل فيها، حتى لو هتعمل كارير شيفت. طبعا الكلام ده ممكن ما يعجبش كتير من الاباء والامهات خلي الراجل يطلع دكتور. ما افرجهمش الفيديو. فانت كطالب طب لو لقيت ان انت بتحب الاي اي وانت عايز تعمل ستارت اب في الاي اي مثلا، او عايز تعمل انيشيتيف في الاي اي، او عايز تعمل بزنس، يعني عايز تفيد زمايلنا كتير سابوا الطب وعملوا بزنس، وانا يعتبر 90% سايب الطب يعني. فانت محتاج تعرف اصلا ان انت ده، وساعتها لو انت ده الباشن بتاعك وعرفت ان انت هتفيد العالم، الاول فكر في فايده العالم. ما تفكرش انت الحاجه دي بالذات هتجيب لك فلوس ازاي، لان هي ممكن انت هي لو هي في السويت سبوت هي هتجيب لك فلوس، يعني الفلوس جايه خلاص. بس يعني فكره ان هو ايه، زي كده الحديث اللي هو من كانت الآخرة أكتر همه أتته الدنيا وهي راغمة خلاص. ومن كانت الدنيا أكتر همه هيقعد يجري، وفي الآخر بغض النظر مش فاكر النص الحديث، هتقعد تجري وفي الآخر مش هتاخد حاجة. فدي يعني دي برضه لازم تبقى، يعني تبقى دي الواحد حاطط يعني امباكت، او يعني بيحاول يشوف ايه الحاجه اللي مصر محتاجاها، من غير بقى الشعارات ومش عارف ايه الحاجات اللي فعلا ممكن تعمل تغيير في المكان اللي حواليه وانا موهوب فيها وبحبها. وبعد كده شوف لها بقى، عشان تعملها محتاج تسرفايف، فتصرف لها بقى في طريقه ان انت تجيب فلوس عشان تعرف تعمل الحاجه دي. يعني الفلوس انت جايبها عشان تعرف تصرف على عيالك اثناء ما انت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها، وليس العكس. شكرا يا دكتور على الحلقه الجميله دي حبيبي. وحقيقي كانت مثمره يعني، واتمنى يعني يكون ذو اثر كبير على ناس كتير يعني، وان شاء الله يعني يحصل اكسبوجر في حاجات تانية كتير. يعني انا دايما بقول ان دي تبقى بدايه لحاجات كتير يعني، ان شاء الله يجمعنا انيشيتيف كبيره يعني، ونشوف الناس الانترست يعني بالمجال ده يعني. شكرا لحضرتك يا شكرا دكتور. جزيلا يا مصطفى. شكرا لحضرتك.